هنكمل رحلتنا يا صديقي في مراجعة ليالي الامتحان، ووصلنا دلوقتي للفصل الرابع، آخر فصل في الجزء بتاع التركيب والوظيفة وهو المناعة. المفروض انت دلوقتي وصلت للتكاثر، فانت كده خلاص وصلت لفوق ال 30% 30 درجة من الامتحان. داخل دلوقتي في المناعة، وبكده تكون تلتين الامتحان معاك، لأن التلت بتاع الامتحان بيكون عبارة عن البيولوجيا. يلا بقى، فصل محتاج تركيز، فصل فيه تفاصيل كتيرة، فصل محتاج ترتيب احداث بشكل كبير، وهتلاقيني في كل فيديو بقولك ترتيب الاحداث مهم جدا عشان تبقى فاهم الصورة بشكل كامل. يلا نتكلم بقى عن المناعة. الاول، يعني ايه مناعة؟ دي وظيفة حيوية بيقوم بيها جسمك عشان يقدر ان هو يقاوم الكائنات الممرضة ومسببات المرض ومصادر الخطورة المختلفة. طب بيقوم بيها ازاي؟ عن طريق جهاز متخصص اسمه الجهاز المناعي. كل الكائنات الحية عندها وسائل مناعية، طبيعي جدا، اي كائن حي عنده وسائل مناعية ووسائل دفاع يقدر يحمي بيها نفسه. بيقدر يحمي بيها نفسه عشان في مصادر الخطر متعددة، تمام كده خلاص، سواء مصادر حيوية زي الكائنات الحية اللي هي مثلا زي اكلات زي الحشرات، زي الفطريات، زي البكتيريا، زي مسببات الامراض المختلفة من فيروسات وغيره، دي اسمها مصادر حيوية. اما مصادر الخطر الاخرى الغير حيوية فدي ملهاش مقاومة غير الهروب، اهرب يا معلم، زي الكوارث الطبيعية، زلازل وبراكين، الحوادث، الحاجات دي كلها، فدي اسمها مصادر غير حيوية، يعني الكائن الحي ملوش دخل بيها. تيجي بعد كده تبص تلاقي ان وسائل المقاومة عند الكائنات الحية مختلفة ومتنوعة، كل حسب نوعية الخطر اللي بيتعرض له وحسب الطريقة او الوسيلة الانسب لمقاومة هذا الخطر. يعني مثلا تلاقي ان الثعبان بيبخ سام من بقه عشان يقدر ان هو يهاجم مصدر الخطر او العدو بتاعه. تلاقي مثلا الغزالة عندها قدرة على الجري بشكل سريع عشان تهرب من مصدر الخطر. تلاقي مثلا بعض الحيوانات عندها قدرة على التمويه، اللي هو تغيير لون الجلد والكلام ده كله، عشان تقدر تستخبى من مصادر الخطر اللي بتقابلها. دي كلها وسائل مختلفة للمقاومة وقاية، ولازم الكائن الحي يطور وسائل المقاومة بتاعته باستمرار عشان يقدر يحافظ على حياته، اللي هي اساسا التارجت الرئيسي من وجود الكائن الحي. تمام، ننتقل من الجزئية دي بقى لجزئية تانية. عندنا النبات والحيوان زي ما اتعودنا في كل فصل. النبات ليه عنده طريقة مناعة مختلفة عن الحيوان. في النهاية الاتنين عندهم ما يسمى بالمناعة الفطرية والمناعة المكتسبة. ايه الفرق ما بين المناعة الفطرية والمكتسبة؟ المناعة الفطرية هي مناعة يخلق بها الكائن الحي، يعني من وقت ما اتولد وهو موجودة معاه، اتخلق بيها ورثها عن طريق الآباء والأجداد والجينات والكلام ده كله، زي الجلد كده في الإنسان مثلا، زي طبقة الأدمة أو البشرة بتاعت النبات اللي هي الكيوتين اللي موجود في النبات. اما في وسائل المناعه المكتسبه فهي مش موجوده في كل الكائنات الحيه، بتتواجد فقط في الكائنات التي سبق لها الاصابه بالمرض، يعني لازم يصاب بالمرض بعد كده يكتسب ضده مناعه فتصبح لديه مناعه مكتسبه ضد هذا الكائن. المناعه الفطريه في الغالب، مش في الغالب، هي دايما بتكون غير متخصصه، يعني بتحمي الكائن الحي من معظم انواع مصادر الخطر. اما المناعه المكتسبه بتكون متخصصه، يعني اكتسب مناعه ضد نوع معين من المرض، ما اكتسبش مناعة ضد كل الأمراض. خلاص، ده كده سريعا مقدمة في المناعة. تعال بقى ندخل ونتكلم عن المناعة في النبات بشكل رئيسي، ونفهم ازاي النبات ممكن يقاوم مصادر الخطر بالنسبة له. مسببات المرض في النبات مختلفة، أو مسببات الموت بالنسبة للنبات، مصنفينها لثلاث أصناف في الكتاب. صنف أول وهو أعلى درجات الخطورة، اللي هو الأعداء الخطرة، اللي هو زي مثلا أكلات العشب اللي بتتغذى على النباتات، أو الحشرات، أو الفطريات، أو البكتيريا. كل دي مسببات مرض بتصنف تحت بند الأعداء الخطرة، وهي أعلى درجات الخطورة في النبات، لأن دي بتعمل حاجة من الاتنين: يا إما تقتل النبات، او لو ما قتلتوش هتسبب له اصابات بالغه. النوع الثاني من مسببات المرض بالنسبه للنبات بيكون ما يسمى بالمواد السامه، يعني في سموم في المواد دي، النبات لو امتصها في الغالب حاجه من اتنين برضو: يا اما هيموت يا اما هيصاب بالامراض، ودي برضو بتصنف في المرتبة الثانية من حيث الخطورة. مواد سامة زي أول أكسيد الكربون، زي أكاسيد الكبريت، تمام كده، وغيرها من الأبخرة السامة اللي موجودة، اللي ممكن لو انتشرت في البيئة تقتل النباتات. كمان بيبقى في مواد سامة تانية زي الصرف الصحي الغير المعالج والحاجات دي، والمبيدات الحشرية في حالة استخدامها بشكل مبالغ فيه أو وصولها لجذور النبات، دي كلها اسمها مواد سامة. دي برضو بتصنف في الدرجة الثانية في الخطورة بعد الأعداء الخطرة. أما بقى
بقى اقل درجات الخطوره بالنسبه لمسببات المرض في النبات هي الظروف الغير ملائمه. يعني ايه ظروف غير ملائمه؟ يعني مثلا النبات ده بينمو في الشتاء او في الاجواء البارده، رحت انت حطيته في اجواء حاره، فدرجه الحراره هنا غير مناسبه، فدرجه الحراره هنا تعتبر الظروف غير مناسبه. تمام. الميه مثلا، النبات ده بيحب كميات كبيره من الميه، رحت انت عايشته في بيئه صحراويه، فدي بيئه غير مناسبه، ممكن تودي بحياه النبات. فدي كلها اسمها ظروف غير ملائمه، سواء ماء او درجه حراره او حتى عناصر مغذيه موجوده في التربه، دي كلها اسمها ظروف غير ملائمه. طب ليه اقل درجات خطوره؟ لان احنا ممكن نعالجها بمجرد زوال السبب. يعني مثلا درجه الحراره مرتفعه، لو خفضناها للوضع الطبيعي كده احنا عالجنا المشكله والنبات هيرجع ينمو بشكل طبيعي. تمام. دي كده مسببات المرض. ندخل بقى على طريقة مقاومة النبات أو الطريقة المناعية أو آلية المناعة بالنسبة للنبات. النبات بيمانع أو بيحمي نفسه بطريقتين. أول حاجة المناعة التركيبية، وهي تراكيب، تمام كده خلاص، بيكونها النبات أو هي بتكون أساسا موجودة من قبل كده. يعني تراكيب مناعية قد تكون موجودة سلفا، يعني ممكن تكون فطرية، هو ده طبيعة النبات، أو اكتسبها نتيجة الإصابة بالمرض. في النهاية هي تراكيب، في النهاية هي تراكيب، عشان كده سميناها تراكيب مناعية. المهم المناعة التركيبية هي أول وسيلة مناعية، وتعتبر خط الدفاع الأول بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنبات. لحظة. طيب، تعتبر هي خط الدفاع الاول بالنبات. بالمناسبه النبات ما عندوش غير خطين دفاع، خط دفاع اول اللي هو المناعه التركيبيه سواء موجوده سلفا او مناعه تركيبيه مكتسبه، والمناعه البيوكيميائيه، ودي تعتبر خط الدفاع الثاني. خط الدفاع الاول في النبات وظيفته ان هو يمنع دخول الكائن الممرض، ولو دخل يمنع انتشاره داخل النبات. اما خط الدفاع الثاني فوظيفته ان اكيد النبات دخل، فبالتالي هو وظيفته القضاء على الكائن الممرض وازاله السموم اللي هو بينتجها. تعال نتكلم الاول عن خط الدفاع الاول او ما يسمى بالمناعه التركيبيه. المناعه التركيبيه في النبات متقسمه لجزئين: مناعه تركيبيه طبيعيه، يعني مناعه تركيبيه فطريه النبات اتولد بيها، بيرثها في الجينات بتاعته اللي هي توجد اصلا في النبات. ودي 3 اشكال: طبقه الادمه اللي هي طبقه البشره اللي عليها كيوتين، والادمه اللي عليها اشواك، وكذلك الادمه اللي عليها شعيرات، بالاضافه للجدار الخلوي. دول ال3 اشكال او ال3 انواع من المناعه الطبيعيه او المناعه التركيبيه الفطريه بالنسبه للنبات. دول موجودين من قبل كده، يعني مش منتظرين لما تحصل اصابه. طب ازاي معلش الادم ممكن تكون وسيله مناعيه، او ازاي الاشواك ممكن تكون وسيله مناعيه، او ازاي الشعيرات ممكن تكون وسيله مناعيه، او ازاي الجدار الخلوي ممكن يكون وسيله مناعيه؟ تعال نفهمك كده بالراحه. الادمه والشعيرات بيمنعوا تراكم الماء او تكوين بيئه رطبه على سطح النبات، وزي ما قلت لك قبل كده ان البيئه الرطبه دي بيئه مناسبه لنمو الفطريات وتكاثر البكتيريا. فطالما انت منعت تكون بيئه رطبه يبقى انت منعت نمو الفطريات وتكاثر البكتيريا، وبكده انت عملت حمايه مسبقه للنبات من مسببات المرض. اما بقى الاشواك فهي بتحمي النبات من حيوانات الراعي، يعني اكلات العشب. ما هو مفيش حيوان هياكل عشب فيه اشواك، لان ده بالنسبه له بيسبب له اذى، فبالتالي هي بتحميه من اكلات العشب. طيب كمان الجدار الخلوي مهم جدا بالنسبه للخلايا النباتيه، وده لان هو في جدر خلويه بيتراكم فيها السلولوز زي في النسيج الكولانشيمي، او بيترسب عليها لاجنين زي في النسيج الاسكلرانشيمي، وده بيزود من صلابه الجدار، وبالتالي بيوفر حمايه اكتر للخلايا النباتيه، وبالتالي بيوفر حمايه اكتر لمين؟ للنبات. دي كلها وسائل مناعه تركيبيه فطريه. نروح بعد كده للشق الثاني في الوسائل المناعه اللي هو المناعه التركيبيه المكتسبه، يعني لازم تحصل اصابه في الاول بعد كده تنتج هذه الوسيله المناعيه. بالبلدي كده مش هتوجد غير في النباتات المصابه، او وجودها في النبات دليل على تعرضه لاصابه مسبقه. اول نوع من هذه المناعه التركيبيه المكتسبه هو الفلين. والفلين هو طبقة من الخلايا مرسب بها مادة السيوبرين. مادة مين؟ السيوبرين. السيوبرين طبعا زي ما أخدت كده في الدعامة التركيبية إن هو مادة بتترسب على الجدران الداخلية للخلايا الفلينية، والسيوبرين يعتبر من الشموع زيه زي الكيوتين. خلاص. طب الفلين وظيفته إيه؟ الفلين ده بيترسب ليه أولا؟ وبيترسب إمتى؟
ومين اللي يقدر يكون الفلين؟ اولا اللي بيكون الفلين هي الاشجار الخشبيه، يعني ما تجيش تقول لي مثلا عرق ملوخيه او ساق ملوخيه او ساق خضراء كونت فلين، ده رقم واحد. فبالتالي الاشجار الخشبيه هي اللي بتقدر تكون الفلين. رقم اتنين، الفلين بيتكون نتيجه التعرض لايه؟ لقطع مما يمنع دخول الفيروس. يعني هي اتعرضت للقطع، لازم يحصل قطع او تمزق في الطبقه الخارجيه عشان النبات يكون فلين. طبعا ده بعيدا عن ان في بعض الاشجار بتكونه دون التعرض للاصابه، ودي حالات ملهاش علاقه خالص بمنهجك نهائي، وما تدخلش نفسك في الدوامه دي. انت بالنسبه لك الفلين مناعه مكتسبه. امين امين ان شاء الله. الفلين بيتكون في الاشجار الخشبيه، بيتكون على الطبقه الخارجيه عشان يمنع دخول الكائنات الممرضه، بيتكون تحت اي بند لما الطبقه الخارجيه تتعرض للقطع او التمزق. اسباب القطع او التمزق ممكن يكون جني الثمار، ممكن يكون تساقط الاوراق، ممكن يكون زياده السمك، والزياده هنا في القطر وليست في الطول. زياده السمك يعني زياده القطر اللي هو نمو نسيج الكامبيوم اللي موجود في الساق. ده كده الجزئيه بتاعه الفلين. لما تروح لحاجه تانية زي ترسيب الصموغ، نفس فكره الفلين. الصموغ هي مواد لزجه عاليه اللزوجه زي الصمغ العربي والكلام ده كله، بتترسب برضو على الطبقه الخارجيه، بتترسب حوالين القطوع. يا اما تتعرض الطبقه الخارجيه لقطع او جرح، تمام كده خلاص مش تمزق، قطع او جرح، بيترسب حوالين هذا القطع او الجرح صموغ. ليه الصموغ؟ عشان برضو تمنع دخول الكائن الممرض. يبقى خد بالك الفلين بيمنع الدخول والصموغ بتمنع الدخول. الفلين بيتكون على الطبقه الخارجيه، اما الصموغ بتتكون حوالين القطع او الجرح، وبالتالي يمنع دخول مين؟ الكائن الممرض. امين امين. تيجي بعد كده للتيلوزات، والتيلوزات هي عباره عن نموات تقوم بتكوينها الخلايا البرانشيميه. بتكونها ازاي؟ هفهمك دلوقتي بس طول بالك عليا. المهم التيلوزات دي بتتكون نتيجه الاصابه. ايوه بتتكون فين؟ بتتكون في الاوعيه والقصيبات، يعني بتتكون داخل الاوعيه والقصيبات في نسيج الخشب. طب ايوه بتعمل ايه بقى؟ بتتكون ليه؟ بص يا سيدي، انا مش هكون التيلوزات باعتبارها مناعه مكتسبه الا لو حصلت اصابه. ايه نوع الاصابه اللي ممكن تؤدي لتكوين التيلوزات؟ لازم يحصل حاجه من اتنين، يا اما الاوعيه تتقطع، تتعرض للقطع، فاوتوماتيك بنكون التيلوزات عشان نقفل الوعاء ونمنع دخول الكائن الممرض، او الوعاء اتعرض لغزو بكتيري او ميكروبي او اي مسبب مرض، وبالتالي بنكون التيلوزات عشان نمنع انتشار الكائن الممرض عبر الاوعيه. الاوعيه بالنسبه للنبات عامله زي الاوعيه الدمويه بتاعتك، يعني الكائن الممرض لو وصل لها فبالتالي هيقدر يوصل لاي مكان في النبات. عشان كده لازم نمنع انتشار الكائن الممرض عبر هذه الاوعيه سريعا، وبالتالي التيلوزات لها دور مهم جدا في منع انتشار الكائن الممرض. تعال نفهمك بس فكره ايه الاوعيه، التيلوزات بتتكون ازاي. انت بيكون عندك نسيج الخشب، خلاص، بيبقى عباره عن خلايا عندها جدار سليلوزي. الخلايا دي طبعا ما فيهاش لا نواه ولا فيها ولا سيتوبلازم. الخلايا دي بتبقى مغلظه من الداخل بطبقه من اللجنين. طبعا اللجنين بيغلظ هذه الخلايا بس مش بشكل كامل، في مناطق كده ما بيبقاش فيها لجنين، المناطق دي احنا بنسميها النقر، وطبعا ده عشان يسمح للماء بالترسيب او بان هو ينتقل الى الخلايا المجاوره للاوعيه. بيبقى عندك حاجه اسمها برانشيما الخشب، بتبقى موجوده بجوار الاوعيه الخشبيه كجزء من تكوين اوعيه الخشب، نسيج الخشب. لما الكائن الممرض او الوعاء يتعرض لقطع، بتبدا هذه الخلايا يحصل لها تمدد للجدران بتاعتها، فبيتمدد الجدار ويدخل كده يعمل نموات جوه مين؟ جوه الاوعيه الخشبيه. خلاص جوه مين؟ جوه الاوعيه الخشبيه. هتلاحظ ان النموات دي بتقلل قطر الوعاء بشكل كبير، وبالتالي بتقلل فرصه الكائن الممرض ان هو ينتقل عبر الوعاء، وبالتالي بتمنع انتشار الكائن الممرض. مين اللي كون التيلوزات؟ برانشيما الخشب، خلايا البرانشيميه المجاوره لاوعيه الخشب او القصيبات. مين اتكونت التيلوزات ليه؟ عشان نمنع انتشار الكائن الممرض. مين مسبب تكوين التيلوزات؟ تعرض الاوعيه للقطع او للغزو البكتيري. مين اللي يقدر يكون التيلوزات؟ اي نوع من النباتات يقدر يكون تيلوزات. خلاص، في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله ان شاء الله. هنرجع تاني بقى للبوستر بتاعنا الجميل ونتكلم عن وسيله مناعه تركيبيه مكتسبه اخرى، وهي التراكيب المناعيه الخلويه. تراكيب المناعيه الخلويه تغيرات شكليه بتحصل ممكن لمجموعه خلايا في النبات، سواء كانت خلايا دي البشره او تحت البشره، سواء كانت بشره الساق او بشره الورقه، او تحت بشره الساق او تحت بشره الورقه، على اختلاف الانسجه اللي بتكون تحت البشره.
المهم التراكيب المناعية الخلوية هي تغيرات شكلية بيبقى النبات بيستخدمها كرد فعل، بيعمل التغيرات دي كرد فعل نتيجة تعرضه للاختراق، التراكيب المناعية الخلوية عندك شكلين ليها. عندك زيادة سمك الجدار الخلوي بتاع خلايا البشرة أو تحت البشرة، ودي بتتكون أو زيادة السمك دي يعني أنت بتزود سمك الجدار. يعني مثلا ده سمك الجدار مثلا أهو، خلاص قبل الاختراق بدأت الخلية أو بدأ الكائن الممرض يخترق هذه الخلية. أثناء الاختراق بتبدأ الخلية إنها تزود السمك عشان تصعب الاختراق وتوقف عملية الاختراق. فزيادة السمك دي تنتمي إلى التراكيب المناعية الخلوية، وهي مناعة مكتسبة. وكده أنت أخدت الجدار الخلوي كمناعة فطرية، وأخدت الجدار الخلوي كمناعة إيه؟ مكتسبة. تقول لي إزاي؟ مناعة فطرية نتيجة إن هو أساسا الجدار الخلوي مخلوق كده في سيلولوز أو لاجنين، يعني من غير إصابة ولا حاجة، هو أساسا في لاجنين وفي في سيلولوز. اما بقى في التراكيب المناعيه الخلويه هو بيبقى السمك بتاعه طبيعي، ولما يتعرض للاختراق بيبدا السمك يزيد. فزياده السمك هنا جت نتيجه للتعرض للخطر، اما ترسيب اللاجنين او السلولوز ما كانش نتيجه تعرض لخطر ولا حاجه، ده كان من طبيعه النبات. عشان كده الجدار الخلوي له دور في المناعه المكتسبه وله دور في المناعه الفطريه. النوع الثاني من التراكيب المناعيه الخلويه وهو خيوط الغزل الفطري. والفطر دايما لما بيجي يخترق بيحاول ان هو يخترق الخليه، بيبدا ينتشر من خلالها الى الخلايا المجاوره. فايه اللي بيحصل؟ بنكون حواليه غلاف عازل حوالين الخيط نفسه، بحيث ان احنا نمنع نمو الخيط وبالتالي بنوقف انتشار الخيط. يبقى التراكيب المناعيه الخلويه ليها دور في منع الدخول زي زياده السمك بتاع الجدار الخلوي، وليها دور في منع الانتشار زي ما بيحصل مع خيوط الغزل الفطري، بنمنع نمو الخيط وبالتالي بنمنع انتشاره للخلايا المجاوره. اخر حاجه معانا، لو الكائن الممرض ما نفعش معاه اي وسيله من الوسائل دي وخلاص بدا ينتشر في النبات ولا قدرنا نمنع دخوله وتدريجيا هو بدا ينتشر، فبنلجا لاخر حل اللي هو الحساسيه المفرطه. الحساسيه المفرطه دي عباره مثلا عن ان ورقه نبات حصل لها انتشر فيها الكائن الممرض، فالنبات دلوقتي مش قادر يقاوم، فبيبدا ان هو يتخلص من هذا النسيج المصاب. يعني ايه يتخلص من هذا النسيج المصاب؟ يعني يبدا يبني حاجز كده ويقفل الأوعية اللي بتودي الغذاء لهذا النسيج، فنمنع الامدادات عن هذا النسيج، فطبعا النسيج ده يذبل ويموت، وبكده ان احنا نكون تخلصنا من هذا النسيج المصاب ومنعنا انتشار الكائن الممرض من هذا النسيج. يعني بالبلدي كده الصباع اللي يوجعك اقطعه. يعني تعال نقولها لك بطريقة تانية، ان مثلا الورقه دي جايه كمصدر خطر للنبات، فالنبات هيتخلص منها عشان ما ينتشرش منها الكائن الممرض لبقيه اجزاء النبات. والحساسيه المفرطه بتكون حل مثالي جدا لما يكون الاجواء خريفيه او اجواء جافه، لان بيكون فيها انتشار الامراض بشكل كبير. ما تستغربش لما تمشي مثلا في الربيع وتلاقي ورقه لونها مصفر، لونها مسود، الكلام ده كله دي بتبقى اوراق النبات تخلص منها نتيجه ايه؟ انتشار الامراض فيها، بحيث ان هو يحمي بقيه اجزاء النبات. ده كده الجزء الخاص بالمناعة التركيبية. نروح بقى للمناعة البيوكيميائية. طالما انت وصلت لدرجة ان انت تستخدم المناعة البيوكيميائية، فتأكد تماما ان الكائن الممرض نجح في الدخول واختراق جدار الخلية، وعشان تبدأ تشتغل على المناعة البيوكيميائية. في المناعة البيوكيميائية انت بتستخدم خط الدفاع الثاني، نعتبرها خط الدفاع الثاني، ووظيفتها انها تقضي على الكائن الممرض. الكائن الممرض اول ما بيدخل بيبدا ان هو ينتشر في جسم النبات، واثناء انتشاره بيفرز مواد سامه. وظيفه بقى المناعه البيوكيميائيه انها تتعرف على الكائن الممرض، وده بيتم عن طريق المستقبلات. تمام كده خلاص، اللي هي المفروض انها بتدرك وجود الكائن الممرض، مش بتدرك وجوده بس، ده كمان بتنبه وسائل المناعه الموروثه. يعني بتعمل ايه يا مستر؟ يعني بالبلدي كده بمجرد ما المستقبلات تتعرف على الكائن الممرض، تركيز المستقبلات على خلايا النبات بيزيد، وده بيعتبر في حد ذاته تنبيه. فزيادة تركيز المستقبلات يعتبر تنبيه لمين؟ لبقية أجزاء النبات بوجود الكائن الممرض. تاني حاجة، بعد ما تدرك وجود الكائن الممرض بيبدأ النبات إن هو يقاوم هذا الكائن الممرض. بيقاومه بطريقتين: بيبعت له مواد كيميائية مضادة تقتل الكائن الممرض نفسه، وبيبعت بروتينات مضادة تتخلص من السموم اللي هو بيفرزها. المواد الكيميائية المضادة للكائن نفسه يعني بتروح على الكائن نفسه وتقتله، ودي بتبقى فيها حاجه من اتنين: يا اما مواد كيميائيه مضاده النبات بيكونها او نتيجه يعني وجود الكائن الممرض واسمها مواد كيميائيه مضاده مكتسبه، او مواد كيميائيه مضاده فطريه يعني موجوده في النبات، بس لما يحصل اصابه بيبدا النبات يستخدمها كسلاح بحيث ان هو يقتل بيها الكائن الممرض.
تعال نقول لك على حاجه بسيطه. اول نوع من المواد الكيميائيه المضاده هي الفينولات والجلوكوزيدات، ودي اساسا مواد موجوده في النبات، بس لما بيحصل اصابه النبات بيستخدمها كمواد سامه بيوقف بيها، بيثبط نمو الكائن الممرض، وبالتالي بيبدا ان هو يقدر ان هو يقتله او يوقفه. تمام كده خلاص، يعني انت وقفت نموه خلاص، انت كده ايه قدرت ان انت تقضي عليه. او الاحماض الامينيه الغير بروتينيه، ودي نفس الكلام برضو بتبقى موجوده في النبات من قبل كده، بس النبات بيستخدمها كمواد سامه لما الكائن الممرض يدخل. والمثال على الاحماض الامينيه الغير بروتينيه الكانافينين والسيفالوسبورين. والاحماض الامينيه الغير بروتينيه موجوده من قبل كده، وليه؟ لان عايز افهمك على حاجه، ان احنا عندنا 20 نوع من الاحماض الامينيه البروتينيه، ودي ملهاش علاقه خالص بالكانافينين والسيفالوسبورين، دول احماض امينيه غير بروتينيه. كلمه غير بروتينيه هنا لانها لا تدخل في تكوين البروتين. امال بتعمل ايه؟ تعمل كمواد وقايه للنبات، يعني هي موجوده من الاول كمواد وقايه، ولما لما النبات يتعرض للاصابه بتعمل كمواد سامه للكائنات الممرضه. خلاص، ده الجزء بتاع مين؟ المواد الكيميائيه المضاده. في النهايه بس في الجزئيه دي هقول لك على حاجه. احنا عارفين ان المواد الكيميائيه المضاده فيها مواد كيميائيه مضاده مكتسبه، يعني بتتكون نتيجه الاصابه، ومواد كيميائيه مضاده موجوده سلفا، مواد ايه اللي هي زي الفينولات والجلوكوزات والكلام ده كله، اللي هي ايه مواد مناعه بايوكيميائيه طبيعيه او فطريه. عايز اقول لك ان الفينولات والجلوكوزيدات فطريه، مناعه فطريه، والاحماض الامينيه غير البروتينيه برضو مناعه فطريه. يعني هو قال لك ان في كده وكده، بس الامثله اللي ذكرها تبع الفطريه فقط. اخر حاجه ان احنا بعد ما قضينا على الكائن الممرض هنقضي على السموم اللي هو انتجها، وده بيتم من خلال نوع من انواع البروتينات المضاده اسمه انزيمات نزع السميه. دي بقى مناعه مكتسبه بحته، لان الانزيمات بتكون متخصصه، فانت ما ينفعش تكون انزيمات مسبقا غير لما تتعرف الاول على الكائن الممرض وتعرف نوعيه السموم اللي بيفرزها عشان تنتج انزيمات تخلصك من السموم دي. انزيمات نزع السميه سميت بهذا الاسم ليه؟ لان النبات بيكونها او خلايا النباتيه بتتكونها عشان تتفاعل مع السموم وتحولها من مواد سامه الى مواد غير سامه. تمام ان شاء الله. تعال بس نقول لك على حاجه بسيطه. النبات مش بمجرد ما يقضي على الكائن الممرض بيرجع كل حاجه لوضعها الطبيعي، لا، بيحتفظ. بص خد بالك، يقوم النبات بتعزيز وتقويه الاليات المناعه الخاصه به حتى يحمي نفسه من اي اصابه جديده. طب بيعزز ازاي المناعه بتاعته؟ عن طريق ان هو بيحتفظ بتركيز بعض المواد. يعني مش بعد ما خلاص خلصنا الكائن الممرض انزيمات نزع السميه ترجع للصفر تاني، لا، احنا هنحتفظ بجزء من هذه الانزيمات لعل وعسى النبات اللي يتعرض لنفس الكائن الممرض تاني فنقدر نقاومه بشكل اسرع. مثلا المواد الكيميائيه المضاده وهي مواد كيميائيه مضاده مكتسبه، فالنبات بيحتفظ بيها بشكل ما بحيث لو تعرض لاصابه مره تانيه يقدر ان هو يقاومها. خلاص، الجزء ده كده بتاع المناعه بتاع النبات. اخر حاجه بس هتكلم فيها في جزئيه المناعه، خليني بس افهمك حاجه ايه بسيطه. هي ايه؟ انت لما بتيجي ترسم رسم بياني مثلا للمناعه التركيبيه، خلاص، فالمناعه التركيبيه لازم تفهم حاجه. لو هي مناعه تركيبيه مكتسبه، مناعه تركيبيه مكتسبه، فانت ما بتبداش من الصفر. خلاص، انت بتبدا من بعد الصفر كده بشويه لانها مكتسبه. تمام كده خلاص. كون ان انت بدات من الصفر ده معناها انها فطريه، فهي مش فطريه، هي مكتسبه. بتاع ده سوري ولا ايه؟ انت ما بتبداش من الصفر ده، سيبك من المحور السين، خليك في المحور الصاد. تمام. انت لو هي مناعه فطريه، مناعه تركيبيه فطريه، فانت بترسمها بالشكل ده لان دي تركيبيه، خلاص، مستواها ثابت. اما بقى لو مناعه تركيبيه مكتسبه، فانت ايا كان بدات من هنا الصفر، من هنا بقى بدات من الصفر من هنا، فانت بتبدا من الصفر وبعد كده بتثبت. خلاص، ده الشكل البياني بتاع المناعه التركيبيه المكتسبه والمناعه التركيبيه الفطريه. تيجي بقى للشكل البياني الخاص بالمناعه البايوكيميائيه. المناعه البايوكيميائيه لو هي فطريه زي مثلا الفينولات والجلوكوزيدات او الاحماض الامينيه الغير بروتينيه، فانت بترسمها، او المستقبلات مثلا، لان المستقبلات برضو مناعه فطريه موجوده من قبل كده، فانت بتبدا من بعيدا عن الصفر خالص، ما تنفعش تبدا من هنا خالص طالما فطريه، بتبدا من هنا مثلا او من هنا ايا كان. المهم ترسم خط كده، ده قبل الاصابه. اول ما تحصل الاصابه تركيزها بيزيد لحد ما نقضي على الكائن الممرض، بعد كده المفروض ان تركيزها بيرجع يقل يقل مره ثانيه. ده لو مناعه فطريه. حاجه زي انزيمات نزع السميه، فانزيمات نزع السميه دي مكتسبه، فما ينفعش تبدا من هنا، لا، انت بتبدا من الصفر. فمثلا الاصابه حصلت عند حرف الاكس ده، عند التوقيت ده، فبدايه من التوقيت ده بعد التوقيت ده مباشره بيبدا تركيز انزيمات نزع السميه يزيد
لحد ما نقضي على الكائن الممرض. بعد كده بيرجع يقل تاني، بس مش بيرجع للصفر، عشان النبات بيعزز آليات المناعة بتاعته عن طريق ان هو يحتفظ بتركيز بعض المواد المضادة، عشان يقدر لو الكائن الممرض رجع تاني يقاومه بشكل أسرع. ده كده الجزء الخاص بالمناعة في النبات، سواء مناعة تركيبية أو بيوكيميائية. خليني بس ألخصها لك بشكل مختلف. عندنا 3 طرق: يا إما منع دخول، يا إما منع انتشار، يا إما بتقتل الكائن الممرض، يا إما بتتعرف عليه، يا إما بتنزع السموم بتاعت الكائن الممرض. منع دخول وظيفة خاصة بمين؟ عندك الأدمة، تمام، الأدمة والشعيرات والجدار الخلوي، تمام، والفلين، وكذلك الصموغ، تمام، بالإضافة إلى زيادة سمك الجدار الخلوي. دي كلها وسائل منع دخول للكائن الممرض. وسائل منع الانتشار: أول حاجة التيلوزات، رقم 2 الحساسية المفرطة، رقم 3 خيوط الغزل الفطري. وبعد كده التعرف على الكائن الممرض، دي وظيفة المستقبلات. رقم 4 القضاء على الكائن الممرض، دي وظيفة الفينولات والجلوكوزيدات، ودي بتثبط النمو. أما الأحماض الأمينية الغير بروتينية، دي وظيفتها أنها تقتل الكائن الممرض عن طريق أنها تعمل كمواد سامة. آخر وظيفة اللي هي نزع سمية المواد اللي بيفرزها الكائن الممرض، ودي بتكون وظيفة إنزيمات نزع السمية. كده المناعة في النبات خلصت، والجزء ده في البوستر معانا خلص. هندخل دلوقتي على الورقة الثانية واللي هي خاصة بالمناعة في الإنسان، وركز معايا في المناعة في الإنسان عشان الجزء بتاعها محتاج تركيز شديد. المناعة في الإنسان ومجمعناها لك في 3 بوسترات. نبدأ بالبوستر الأول واللي بيكلمك عن مكونات الجهاز المناعي. أول حاجة تعال نعرفك يعني إيه جهاز لمفاوي، ودي مقدمة كده سريعة في المناعة في الإنسان. الجهاز الليمفاوي هو عبارة عن سائل نسيج دم وعائي اسمه الليمف. الليمف ده عبارة عن بلازما دم بتمشي جوه الأوعية الدموية بتاعتك، بس ترشحت، حصل ترشيح لبعض مكونات البلازما. فطبعا لو سيبنا الحاجات اللي بتترشح دي كده من غير ما نجمعها، تدريجيا حجم الدم في جسمك هيقل. فعشان كده ربنا خلق نظام تاني اسمه النظام الليمفاوي، وده المفروض بيجمع المواد اللي بتترشح من بلازما الدم ويرجعها تاني للدم. بيجمعها ازاي؟ بيكون عندنا نوع ثالث من الأوعية غير الشرايين والأوردة اسمه الأوعية الليمفاوية. الأوعية الليمفاوية دي بتبقى أوعية لونها قشي أصفر كده، بتبقى مجاورة للشرايين والأوردة. المهم البلازما تترشح من الأوعية الدموية، تيجي رايحة لمين؟ للأوعية الليمفاوية. الأوعية الليمفاوية بتجمع الليمف ده ويفضل ماشي جواها الليمف. طب الليمف اللي اتجمع ده احيانا بيكون فيه ميكروبات وبكتيريا والكلام ده كله، فاحنا بنعمل عمليه تنقيه للليمف عن طريق تركيب مناعي اسمه العقد الليمفاويه، موجوده على طول هذه الشبكه من الاوعيه الليمفاويه. الليمف يدخل العقده، يترشح ويتنقى ويطلع الناحيه الثانيه نضيف. طب عايزين نرجعه للدم تاني يا مستر، نرجعه ازاي؟ الأوعية الليمفاوية كلها بتصب في الوريد الأجوف السفلي، واللي بدوره بياخد الليمف ده ويرجعه تاني للدورة الدموية. وبكده نقدر من خلال الجهاز الليمفاوي نعمل حاجتين: نعمل حاجة مناعية ووظيفة مناعية، وكمان بنحافظ على حجم الدم بتاع جسمك. خلاص، ده كده الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي يعتبر بشكل أساسي وظيفته مناعية، يعني بالبلدي كده مخزون الخلايا المناعية بيكون في الجهاز الليمفاوي، مصدر الخلايا المناعية. كمان نضيف على ده كله عملية الترشيح والتنقية اللي بتحصل بشكل دوري للدم، بتتم من خلال برضو الأوعية أو الجهاز الليمفاوي. جهازك المناعي ليه مكونات: أعضاء ليمفاوية، تمام كده خلاص، خلايا مناعية، مواد كيميائية مساعدة، أجسام مضادة. دول الأربع مكونات. خليني الأول أكلمك عن الأعضاء الليمفاوية. أنا عايزك تتخيل بس إن جهازك المناعي ده عامل زي دولتك دي كده، وعندك الأعضاء الليمفاوية هي المراكز العسكرية. أدي التمركز بتاع الجيش الفلاني هنا، والتمركز بتاع الجيش العلاني هنا، والتمركز بتاع الجيش الثالث هنا، والرابع هنا، والكلام ده كله. فالأعضاء الليمفاوية هي تمركزات بيتم بداخلها أو بتتواجد بداخلها الجنود، فهمني؟ طب الأعضاء الليمفاوية بقى هنبدأ ناخدها بالترتيب، بس ملحوظة كده سريعة. لو جيت بصيت على الأعضاء الليمفاوية هتلاقيها متوزعة في الجسم. يعني إيش؟ غدة تناسية هنا، على لوزتان هنا، على طحال هنا، على بقع ضير بقى منتشرة في القناة الهضمية، تمام كده خلاص، على مش عارف عقد ليمفاوية، على نخاع عظام. تلاقي مش متصلين ببعض تشريحيا زي ما بيحصل في الجهاز الهضمي او الجهاز التنفسي، وده كده حاجه شبه جهاز الغدد الصماء، يعني منفصلين تشريحيا لكن وظيفيا هم مترابطين تماما بشكل وظيفي. فخد بالك من الحته دي. نبدا باول عضو لمفاوي معانا، وكلمه عضو لمفاوي يعني عضو ليه دور يا اما في انتاج الخلايا الليمفاويه
او في تخزينها او في نضجها، يعني لازم يقوم بوظيفه من الثلاثه دول عشان تقدر تسميه عضو لمفاوي. وعشان كده سمينا النخاع العظام عضو لمفاوي. ليه بقى؟ لان نخاع العظام في الاساس او ما يسمى بنخاع العظام الاحمر، عشان تكون دقيق في كلامك، نخاع العظام الاحمر هو عباره عن نسيج موجود داخل العظام. هل كل العظام جواها نخاع عظام احمر؟ هقول لك لا، هو موجود داخل العظام المسطحه وموجود عند رؤوس العظام الطويله. العظام المسطحه زي الترقوه والقص والجمجمه والعمود الفقري والضلوع والكتف والحوض. اما العظام الطويله اللي موجوده عند الرؤوس بتاعتها اللي هي الفخذ والساق. جسم العظمه الطويله ما بيكونش فيه نخاع عظام احمر، ده بيبقى فيه نخاع عظام اصفر، اللي هو بيجيبوا بقى الرجول ويكسروها ويشفطوا اللي جواها. ده اللي بيشفطوه ده مش نخاع عظام احمر، ده بيكون نخاع عظام اصفر بيبقى مليان مواد دهنيه، مسؤول عن انتاج كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه. يعني خلايا الدم كلها بيتم انتاجها بواسطه مين؟ نخاع العظام الاحمر. ولا ده لان في خلايا جذعيه، الخلايا الجذعيه دي بقى بتتميز الى انواع مختلفه من الخلايا. تمام، ده كده نخاع العظام الاحمر عرفناه، عرفنا مكان تواجده، عرفنا وظيفته. العضو التالي من الاعضاء الليمفاويه بقى نبدا نجيب الجسم من فوق. تبدا باول عضو من فوق خالص اللي هو اللوزتان. اللوزتان دول موجودين في جانبي الفم من الخلف. بيعملوا ايه بقى؟ المفروض ان هم بيلتقطوا اي ميكروب ممكن يدخل مع الطعام، او حضرتك طول ما انت فاتح بقك وبترغي 24 ساعه ممكن تدخل لك حاجه جوه، فهم المفروض يلتقطوا اي جسم غريب يدخل عن طريق الفم، ودي تعتبر وسيله مناعيه كبيره جدا بتحمي جهازك الهضمي. طيب المفروض ان اللوزتان طبعا هم غدتين ليمفاويتين، وخد بالك من الوصف، غدد ليمفاويه يعني ليها افراز مناعي، بتفرز افرازات مناعيه. الغدتان اللي هم اللوزتان دول، تيجي تقول لي طب ما في ناس بتشيل اللوز، معنى كده انها بتفقد وظيفتها المناعيه. محدش قال لك ان شيل اللوز ده حاجه محبذه، ولكن في بعض الاحيان بيكون التهاب اللوز المتكرر ويسبب اضرار اكتر من النفع اللي بيتم، فعشان كده بنلجا الى ازالتها منعا او ايقافا لعمليه الضرر اللي بتنتج منين؟ من اللوز. نيجي بقى للعضو الليمفاوي الثاني، بس الثالث هو بالنسبه لنا اللي هو الثاني من حيث الارتفاع، يعني اللي هو الغده التيموسيه. ده عضو هربان اساسا من جهاز الغدد الصماء، لانها غده بتفرز هرمونات تابعه لجهاز الغدد الصماء، ولكن نظرا لان حتى الافرازات الهرمونيه بتاعتها وظيفتها مناعيه فدرسناها تبع الجهاز المناعي. الغده التيموسيه تقع على القصبه الهوائيه اعلى القلب وخلف القص، يعني خلف عظمه القص فوق القلب على طول على القصبه الهوائيه نفسها. توجد عند الاطفال وتختفي عند البلوغ. يعني ايه؟ لا معلش عدل على حته تختفي دي تعديلا بس بسيطا عشان دقه الكلام. ايه الفكره؟ فكره ان الغده التيموسيه عند الاطفال بيكون حجمها كبير، ومع تقدم العمر حجمها بيبدا يصغر، وبيسموها الغده الزعتريه نظرا لان شكلها عامل زي ورق الزعتر. المهم تفرز هرمون التيموسين، وده هرمون التيموسين ده هرمون عادي افراز داخلي، بيفرز عشان ينضج الخلايا الليمفاويه الغير ناضجه اللي بتخرج من نخاع العظام. ايه ده؟ هو نخاع العظام بيخرج منه خلايا ليمفاويه غير ناضجه؟ اقول لك بيخرج خلايا ليمفاويه غير ناضجه بتدخل الغده التيموسيه فتفرز هرمون التيموسين عليها، فهرمون التيموسين يخلي هذه الخلايا الغير ناضجه تتميز الى خلايا تائيه بانواعها، يعني تائيه مساعده، تائيه سامه، تائيه مثبطه. تمام كده؟ خلاص، ده كده الجزء بتاع الغده التيموسيه. تنزل بقى لتحت شويه تلاقي لون عضو كده لونه احمر قاتم، لونه احمر غامق، يعني في حجم قبضه اليد. العضو ده بيقع في الجانب الايسر من التجويف البطني، يعني الجانب الايسر العلوي من التجويف البطني، اللي هو الطحال. الطحال من اهم الاعضاء الليمفاويه، والطحال اهميته مش في ان هو بينضج خلايا زي التيموسيه او بيفرز افرازات زي الغدد زي اللوزتان او ان هو بينتج خلايا زي النخاع العظام، لا، اهميته في ان هو تمركز عسكري مهم جدا للخلايا المناعيه، يحتوي على عدد كبير جدا من الخلايا المناعيه. يعني مثلا بتلاقي فيه تمركز كبير قوي لخلايا الدم البيضاء بانواعها وخصوصا الخلايا الليمفاويه، وكمان بيحتوي على عدد كبير من الخلايا البلعميه الكبيره، سواء كانت بلعميه متحركه او بلعميه ساكنه اللي هي ثابته. تمام؟ الخلايا البلعميه تواجدها بكثره في الطحال مش مجرد حاجه وخلاص، ليها فايده. تقول لي ازاي؟ لان الطحال مقبره الخلايا. يعني ايه مقبره الخلايا؟ جسمك دلوقتي كرات الدم الحمراء بيبقى عمرها من 3 ل 4 شهور، بتلف لفتها وعمرها بيخلص، بنكون عايزين نكسرها عشان نستفيد من المواد الاوليه بتاعتها، ولان خلاص هي كبرت وبقت هارمه ملهاش لازمه. طب نكسرها ازاي؟ تدخل الطحال بفعل الخلايا البلعميه اللي فيه يكسر، يعمل بلعمه لهذه الخلايا ويكسرها ويرجعها لموادها الاوليه، وموادها الاوليه دي بتكون عباره عن احماض امينيه
اللي موجوده في بروتين الهيموجلوبين بالاضافه الى بعض العناصر الاخرى. طبعا المواد الاوليه دي بنعيد استخدامها مره ثانيه في صناعه هيموجلوبين جديد وكرات دم حمراء اخرى جديده، وكذلك بنستخدمها في صناعه العصاره الصفراويه اللي بنهضم بيها الدهون. امين امين ان شاء الله. نسيب الجزئيه بتاعه الطحال وندخل بقى على عضو لمفاوي خامس، بقع بير. بقع بير او لطع بير. بير ده العالم اللي اكتشف هذه البقع. اكتشفها فين؟ في الغشاء المخاطي المبطن لمين؟ للامعاء، بس مش في اي جزء في الغشاء، في الجزء السفلي في نهايه الجزء الامعاء كده، في غشاء مخاطي مبطن لقى فيه عباره عن تجمعات كده، حاجات عامله زي البثور موجوده فين؟ في الغشاء المخاطي. فلما فحصها اكتشف انها عباره عن تجمع من خلايا لمفاويه. ايوه بيعمل ايه ده في نهايه الامعاء؟ هو ما عرفش وظيفته بشكل كامل، ولكن قال لك ان هو طالما خلايا لمفاويه يبقى اكيد ليه وظيفه مناعيه، واكيد بيحمل الامعاء من مسببات المرض. بالبلدي كده جهازك الهضمي متلغم وسائل مناعيه، بدءا من اللوز واللعاب دخولا بالبقع بير والاتش سي ال اللي موجود في المعده. وسائل مناعيه كتيره جدا بتحمي جهازك الهضمي، وانت مع ذلك بتروح ترمرم الاكل من الشارع. نخلص بقع بير، ندخل على اخر وتاني اهم عضو لمفاوي الا وهو العقد الليمفاويه. زي ما قلت لك الاوعيه الليمفاويه بتبقى شبكه منتشره في جسمك كله، تمام؟ بيبقى على طول هذه الشبكه في عقد انتفاخات كده اسمها العقد الليمفاويه، بتبقى على شكل انتفاخ في حجم الدبوس، تمام؟ العقد الليمفاويه طبعا لازم تركز على كام حاجه. اولا موجوده فين؟ قلنا على طول شبكه الاوعيه. طب متواجده او متمركزه في اماكن معينه؟ هي بتتمركز في اماكن معينه زي تحت الابط، على جانبي العنق، اعلى الفخذ، بالقرب من الاعضاء الداخليه. اي مكان بيحصل فيه انسناء بتلاقي فيه تمركز لمين؟ للعقد الليمفاويه. جانبي الرقبه، تحت الابط، تمام كده خلاص. المنطقه دي اللي هو الجانب الداخلي للكوع، وفي نفس الوقت برضو بين الفخذين والكلام ده كله. طب دي ليه تمركزات؟ دي تمركزات لان لما تيجي تبص على فايده العقد الليمفاويه هتلاقي ان اهميه العقد الليمفاويه تكمن في ان هي مخزون زي الطحال كده من الخلايا الليمفاويه، جواها كميه كبيره جدا من خلايا الدم البيضاء. وده طبعا بيخلينا ان في اي هجوم ممكن يحصل في اي منطقه في الجسم في اي وقت بيبقى في رد فعل مباشر، والعقد الليمفاويه بتمدك بالخلايا المناعيه المطلوبه اللي هتقدر تهاجم الكائن الممرض ده. بالبلدي كده لو حصل هجوم من اي حته في الجسم فانت هتلاقي الخلايا الليمفاويه اللي في العقد دي تنجدك وتقدر تنقذك من هذا الهجوم. تيجي بقى للعقد الليمفاويه، تكوينها وتركيبها. العقد الليمفاويه بتحتوي على خلايا ليمفاويه بائيه وتائيه، وخلايا بلعميه كبيره، وكذلك بتحتوي على خلايا وحيده النواه وغيرها، تمام؟ يعني بتحتوي على انواع مختلفه من الخلايا المناعيه. بص كده، بائيه وتائيه وبلعميه كبيره. طب تعالى بقى نقول لك على حاجه تانية. العقد الليمفاويه ليه بتحتوي على هذا الكم من الخلايا؟ لان العقده الليمفاويه زي ما قلت لك بتتجمع الليمف وبيدخل جوه العقده الليمفاويه يترشح ويتعمل له عمليه تنقيه ويرجع تاني للدوره الدمويه نقي ومنقى وسليم 100%. طب العقد الليمفاويه لما تيجي تبص على التركيب بتاعها لازم تركز في التركيب على كام حاجه. اول حاجه في حاجه اسمها المحفظه، يعني تحت الاوعيه الليمفاويه الوارده كده بتلاقي في حاجه اسمها محافظ، تمام؟ وبتلاقي جوه المحافظ دي جيوب. الجيوب دي بقى بيتخزن فيها الخلايا المناعيه، يعني الخلايا المناعيه دي بتبقى تملى الجيوب اللي جوه المحافظ. هتلاقي العقده الليمفاويه فيها نوعين من الاوعيه الليمفاويه. في اوعيه ليمفاويه وارده. يعني ايه اوعيه ليمفاويه وارده؟ يعني اوعيه ليمفاويه، طبعا هنا معلش تعديل كده، اشطب على دي كده واكتب ده صادر وده وارد. خلاص، ده كده وعاء ليمفاوي وارد بيدخل منه الليمف، وده برضه وارد وده برضه وارد. يعني دي كلها 3-4 اوعيه، هم الاوعيه دي كلها بيدخل من خلالها الليمف الى العقده الليمفاويه. طب بيتعمل له تنقيه وبيخرج عن طريق وعاء ليمفاوي واحد اللي هو اسمه الوعاء الليمفاوي الصادر. ده بيخرج عن طريقه الليمف الى الخارج. بيوجد جنب الوعاء الليمفاوي الصادر دايما وعاءين دمويين، شريان وريد، عشان يمدوا الخلايا بتاعه العقد الليمفاويه بالغذاء المطلوب، وكذلك بينتقل من خلالهم الخلايا المناعيه الى العقد الليمفاويه، لان انت بعد ما بتنضج البائيه والتائيه والكلام ده كله بتوديها للعقد الليمفاويه عشان تخزنها. طب ازاي بيوصلوا للعقد؟ عن طريق الاوعيه الدمويه. ده كده مكونات او الاعضاء الليمفاويه اللي عليك في المنهج. تيجي بقى تبص على الخلايا المناعيه اللي هو الشق الثاني من الجهاز المناعي. الخلايا المناعيه طبعا متقسمه لاجزاء. اول حاجه الخلايا الليمفاويه.
الخلايا الليمفاويه كون انها بتشكل حوالي من 20 ل 30% من خلايا الدم البيضاء، يعني مينيمم انت مثلا لو عندك 100 خليه دم بيضاء او عينه فيها 100 خليه دم بيضاء، فعلى الاقل هتلاقي 20 خليه ليمفاويه الى 30 خليه ليمفاويه من هذه المجموعه اللي فيها 100 خليه. طيب الخلايا الليمفاويه بتكون غير محببه وهي اصغر خلايا الدم حجما ومن اهم الخلايا المناعيه. طب الخلايا الليمفاويه لما تيجي تبص على التقسيمه بتاعتها، اولا هي كلها بتتكون في نخاع العظام، في منها اللي بينضج في النخاع وفي منها اللي بينضج في التيموسيه. هي طبعا 3 انواع: خلايا ليمفاويه بائيه، وخلايا ليمفاويه تائيه، وخلايا ليمفاويه قاتله طبيعيه. 3 انواع: قاتله طبيعيه، تائيه، بائيه. البائيه والقاتله الطبيعيه بيتكونوا في النخاع وينضجوا في النخاع، يعني بيخرجوا من النخاع ناضجين، اما التائيه بتخرج من النخاع غير ناضجه وتروح تنضج في الغده التيموسيه. خليني بس افهمك حاجه بسيطه. الخلايا الليمفاويه قبل النضوج ما عندهمش اي قدره مناعيه وما يقدروش يهاجموا الكائن الممرض، لكن بعد النضوج بيكتسبوا قدره مناعيه، ولكنهم بيكونوا غير نشطين، يعني مش بيفرزوا الافرازات المناعيه بتاعتهم الا لما يحصل هجوم على الجسم. تمام ان شاء الله. تيجي بعد كده للجزئيه اللي جايه، انواع الخلايا الليمفاويه. بتبدا بانواع الخلايا الليمفاويه باول نوع اللي هو الخلايا البائيه. الخلايا البائيه بتشكل حوالي من 10 ل 15% من الخلايا الليمفاويه، يعني مثلا لو انت عندك 10 خلايا بتاع ده 100 خليه ليمفاويه، 100 خليه مش 100 خليه دم بيضاء، لا 100 خليه ليمفاويه، فانت على الاقل عندك 10 خلايا بائيه، على اكثر عندك 15 خليه بائيه. الخلايا البائيه زي ما قلت لك بتتكون في النخاع وبتنضج في النخاع برضه. الخلايا البائيه وظيفتها ايه؟ بترتبط بالكائن الممرض وتتعرف عليه وتعرضه على سطحها وتبدأ تنتج الأجسام المضادة، يعني وظيفتها الرئيسية في إنتاج الأجسام المضادة فيما يسمى بالمناعة الخلطية، وهنتكلم عنه كمان شوية. النوع الثاني من الخلايا الليمفاوية هو التائية، التي سيل. الخلايا التائية سميت بهذا الاسم نسبة إلى أنها تنضج في الغدة التيموسية، ودي تمثل الجزء الأكبر من الخلايا المناعية، الخلايا الليمفاوية، لأنها تشكل 80% من الخلايا الليمفاوية. بالبلدي كده تنضج في الغدة التيموسية، وثلاث أنواع: في تائية مساعدة، ودي أهم نوع من الخلايا التائية وتعتبر مايسترو الجهاز المناعي لأنها تنشط الأنواع الأخرى، يعني هي لو نشطت هتنشط الباقي. بالبلدي كده لازم هي تتظبط الأول وتتنشط عشان تقدر تنشط بقية الخلايا الليمفاوية. فهي تنشط الأنواع الأخرى من الخلايا الليمفاوية زي مثلا التائية، وبتقدر تخليها تحفزها على إنتاج الأجسام المضادة، وبتنشط كذلك الخلايا البلعمية وبتحفز بقية الخلايا المناعية يعني. فهي بتعتبر هي خلايا تائية مساعدة أو تائية منشطة. تيجي بعد كده للتائية تي سي، التائية السامة. التائية السامة سميت بهذا الاسم ليه؟ لأنها بتهاجم خلايا الجسم المصابة. يعني دلوقتي في فيروس هاجم الجسم، فالفيروس ده أصاب مجموعة من الخلايا، طب احنا عايزين نتخلص من الخلايا المصابة، يبقى تروح للتائية السامة، هتهاجم الخلايا المصابة وهتفرز السموم بتاعتها اللي بتقتل الخلايا دي. الخلايا المصابة أو الخلايا السرطانية، يعني الخلايا المصابة بالفيروس أو الخلايا السرطانية، وكذلك بتهاجم الأعضاء المزروعة. عشان كده لو في حد يزرع كلى او حاجه قبل ما يبدا زراعه لازم ياخد مواد مثبطه لهذه الخلايا عشان هتهاجم الكليه اللي اتزرعت، لانها بتهاجم اي خليه غريبه عن الجسم. تمام. طب تيجي بقى للنوع الثالث من الخلايا التائيه اللي هي التائيه المثبطه. التائيه المثبطه اهميتها في انها مش بتثبط الجهاز المناعي، لا هي بتقدر توقف الجهاز المناعي لما نقضي على الكائن الممرض. يعني بالبلدي كده احنا خلاص خلصنا المهمه، عايزين بقى نوقف النشاط بتاع الجهاز المناعي. مين اللي هيوقفه؟ التائيه المثبطه. بتنظم درجه الاستجابه المناعيه بحيث ما يحصلش حساسيه والاستجابه تكون اعلى من المطلوب، فبالتالي يحصل حساسيه والتهابات والكلام ده كله. وتثبط أو تكبح عمل الخلايا التائية المساعدة، وتكبح عمل الخلايا التائية السامة، وكذلك بتوقف عمل الخلايا البائية. خلاص ده كده الخلايا الليمفاوية التائية. آخر نوع من الليمفاوية هو القاتلة الطبيعية، وسميت بهذا الاسم أو ناتشرال كيلر. تشكل 5 ل 10% من الخلايا الليمفاوية، ودي بقى بننتجها في نخاع العظام وننضجها في نخاع العظام، وبتخرج بقى عندها قدرة على إنها تهاجم اي خليه مصابه بالفيروس او خليه سرطانيه، يعني ما بتهاجمش الاعضاء المزروعه زي التائيه السامه. طب بس الفكره كلها ان القاتله الطبيعيه مختلفه عن التائيه السامه في ان التائيه السامه بتفرز مواد سامه اللي هي البرفورين والسموم الليمفاويه، اما القاتله الطبيعيه بتفرز انزيمات، الانزيمات دي بتحلل الاغلفه بتاعه الخلايا المصابه. ده الجزء بتاع مين؟ الخلايا الليمفاويه. نروح بقى لخليه بقيه انواع الخلايا المناعيه. بتروح للخلايا المحببه
زي الخليه المتعادله والقاعديه والحامضيه، والثلاث انواع دول من الخلايا اسمهم خلايا محببه، وبنقدر نميز ما بينهم من حيث الحجم او الشكل بتاع النواه. يعني مثلا عندك المتعادله بيكون شكلها متعدده التفصص، هي نواه واحده ولكن متكونه من اكتر من فص. القاعديه بتكون احاديه التفصص، والحامضيه بتكون ثنائيه التفصص. تمام. طب الخلايا المحببه دي بتعمل ايه بقى؟ في منها اللي بينتج الهستامين زي القاعديه، في منها اللي بيقوم بوظيفه بلعميه زي المتعادله. تمام كده خلاص. في منها اللي ليه ادوار اخرى زي الحامضيه. المهم ان في النهايه ليهم دور مهم جدا في مقاومه الميكروبات، في مقاومه الميكروبات. خلاص. طب بيقاوموا ازاي؟ عن طريق مثلا ان هم يفرزوا الحبيبات دي، بيبداوا ان هم من خلال الحبيبات دي يذيبوا الغلاف بتاع الكائن الممرض، وبعد ما يذيبوا الغلاف بيبداوا ان هم يبتلعوه، فبالتالي هي ليها دور مهم جدا في مقاومه العدوى البكتيريه. خلاص. طب وتبقى بالدوره الدمويه لفتره قصيره نسبيا. هي اقصر خلايا الدم عمرا، برضو اقصر خلايا الدم البيضاء عمرا، تتراوح ما بين عده ساعات لعده ايام، وده لانها بتتجدد باستمرار. ده كده الخلايا المتعادله والقاعديه والحامضيه. نروح بقى لوحيده النواه. سميت بهذا الاسم لانها ذات نواه وحيده ولكن كبيره جدا. هي اكبر خلايا الدم حجما لخلايا وحيده النواه، ودي وظيفه كونها اهميتها تكمن في انها عندها قدره على الابتلاع. يعني بتتحول الى خلايا بلعميه تبتلع الكائنات الممرضه عند الحاجه، مش بتبلع عمال على بطال، لا بتبلع لما يكون في هجوم من الكائنات الممرضه. طب نيجي بقى للنوع الثالث او النوع الاخير من الخلايا المناعيه اللي هي الخلايا البلعميه. بلعميه سميت بهذا الاسم لانها لديها قدره على ابتلاع الكائن الممرض. ده مش اي ابتلاع وخلاص، ده ابتلاع عن طريق تمدد الغشاء، يعني الغشاء البلازمي بتاعها بيتمدد ويبتلع الكائن الممرض. وافكرك بمراحل البلعمه. البلعمه بتحصل ازاي؟ ادخال خلوي، يعني ندخل الكائن الممرض جوه الخليه البلعميه، ولما ندخله جوه بنحيطه بحويصله اسمها الحويصله الهضميه. بعد كده بتيجي اللايسوسومات اللي هي بتبقى عباره عن حويصلات جواها انزيمات هاضمه تتحد مع الحويصله الهاضمه. يعني بالبلدي كده اللايسوسوم جواه انزيم هاضم بيفضيه على الكائن الممرض، فبالتالي الانزيمات دي بتهضم الكائن الممرض. بعد ما يتهضم الكائن الممرض ويتفكك بنعمل عمليه اسمها عمليه اخراج خلوي، عن طريق ان الحويصله الهاضمه بتاخد بقايا الكائن الممرض وتخرجه بره الخليه البلعميه. عمليه البلعمه بتتم بشكل اساسي في البلعميه الثابته، يعني هي وظيفتها الاساسيه البلعمه، والبلعميه الدواره وظيفتها الاساسيه البلعمه. الفرق ما بين الثابته والدواره ان الثابته بتوجد في الانسجه الضامه، ما بتتحركش، ما عندهاش وسيله حركه، يعني مش موجوده في الدم، موجوده في ما بين خلايا الانسجه الضامه، وده عشان تقدر انها تبتلع الميكروبات واي حاجه ممكن تهاجم النسيج الضام. الخلايا البلعميه الثابته بتغير مسماها على حسب النسيج اللي هي موجوده فيه. البلعميه المتحركه الدواره او الجواله بتقدر انها تحمل المعلومات عن طريق ان هي بعد ما تبتلع الكائن الممرض تاخد المعلومات بتاعته وتعرضه وتنقله الى الخلايا المناعيه الاخرى، بحيث انها تديها المعلومات مسبقا عشان تستعد وتتحفز وتقدر انها تقاوم الكائن الممرض. بكده حضرتك تكون خلصت الخلايا المناعيه. تمام. هتيجي بعد كده للجزء اللي جاي اللي هو المواد الكيميائيه المساعده. قبل ما تروح المواد الكيميائيه المساعده خليني اقول لك كده بس حاجه بسيطه خدها ملحوظه معاك، اللي هي موضوع الاعضاء الليمفاويه الاوليه والثانويه. عضو لمفاوي اولي يعني بيشارك في انتاج او انضاج الخلايا الليمفاويه، اما عضو لمفاوي ثانوي فهو دوره بس تخزين الخلايا الليمفاويه. عضو لمفاوي اولي اللي هو نخاع العظام الاحمر والغده التيموسيه، عضو لمفاوي ثانوي زي العقد الليمفاويه بقع بير والطحال. خلاص. نروح للمواد الكيميائيه المساعده سريعا كده. مواد كيميائيه مساعده بتبدا بالكيموكاينات. كيموكاينات افتكرها كده كيموكاين، مواد جاذبه للخلايا البلعميه. دي مواد بتنتج في موقع الإصابة عشان تجذب الخلايا البلعمية لموقع الإصابة. بتنتشر في الدم طبعا، هي بروتينات في الآخر. الكيموكاينات بروتينات، الانترلوكاينات بروتينات، الانترفيرونات بروتينات، كل دي مواد بروتينية تندرج تحت مسمى السيتوكاينات. مالكش دعوه بالمتممات عشان ليه عليها ملاحظات. تمام. الكيموكاينات بتنتج من الخلايا اللي موجودة في موقع الإصابة، تروح في الدم. بتروح في الدم عشان تجذب الخلايا البلعمية لموقع الإصابة. طب هي بتجذب ليه الخلايا البلعمية لموقع الإصابة؟ عشان الخلايا البلعميه لما عددها يزيد في موقع الاصابه تقدر تهاجم الكائن الممرض اللي تسبب بالاصابه وتقتله وتقضي عليه، وبالتالي تمنع انتشاره. فالكيموكاينات وسيله مناسبه جدا لمنع انتشار الكائنات الممرضه. نروح بعد كده للانترليوكاين، والانترليوكاين احنا بنعتبرها زي الاس ام اس، وسيله اتصال وربط ما بين الخلايا، سواء الخلايا المناعيه وبعضها او خلايا الجسم والخلايا المناعيه.
تيجي بعد كده للانترفيرونات وبعد كده هرجع للمتممات. الانترفيرون هو سيتوكاين مميز جدا او بروتين مميز جدا. تعال نفهمك الميزه اللي فيه. ده مش بتنتجه الخلايا المناعيه، لا، ده وسيله مقاومه للفيروس، منع انتشار الفيروس. ايوه، ده ازاي يعني؟ انت عندك الخليه دي دخلها الفيروس فاصيبت، فعايزه تلحق اللي جنبها قبل ما تصاب، سالكه من جوه، فعايزه تلحق الناس الخلايا المجاوره ليها قبل ما تصاب، فبتعمل ايه؟ بتفرز ماده بروتينيه اسمها الانترفيرون. الانترفيرون ده بيروح للخلايا المجاوره اللي هي لسه ما اصيبتش، ويقول لها الحقي نفسك، ده في فيروس اصاب الخلايا اللي جنبك. فطبعا الخلايا المجاوره اول ما تستقبل الانترفيرون، لان كل ماده بروتينيه لها مستقبلات على غشاء الخليه، اول ما ترتبط بالانترفيرون تفهم على طول ان في فيروس، وتعرف كمان معلومات عن الفيروس، فتبدا الخلايا المجاوره الغير مصابه اللي هي السليمه تبدا تكون انزيمات. تمام كده، خلاص. هذه الانزيمات وظيفتها انها تعمل ايه؟ تثبط انزيم النسخ العكسي، اللي هو الانزيم اللي الفيروسات بتستخدمه في التكاثر. فبالتالي الانزيمات اللي بتنتجها الخلايا السليمه بتوقف عمل انزيمات النسخ العكسي، وبالتالي بتوقف تكاثر الفيروس، واوتوماتيك بتمنع انتشار الفيروس. ترجع بعد كده للمتممات او المكملات. ليه سميت بهذه الكلمه؟ لانها تتمم عمل الجسم المضاد، يعني بالبلدي كده ما بتشتغلش غير في وجود الاجسام المضاده. لما ندرس دلوقتي تركيب الجسم المضاد هتعرف ان الجسم المضاد عنده موقع ارتباط بالمتمم مخصوص للنوع ده من المركبات. المركبات دي بتكون عباره عن مجموعه من البروتينات والانزيمات، يعني مش بروتين بس، بروتينات وانزيمات. المتمم ده بيجي الجسم المضاد الاول بيرتبط بالكائن الممرض، بعد كده بيجي المتمم يرتبط بالجسم المضاد. يعني المتمم مش بيرتبط بالكائن الممرض مباشره، لا، بيرتبط بالجسم المضاد اللي هو اساسا مرتبط بالكائن الممرض. اول ما المتمم يرتبط بالجسم المضاد يبدا سلسله من التفاعلات الكيميائيه بينتج عنها سلسله تسلسل من الانزيمات. الانزيمات دي بتحلل الاغلفه بتاعه الخلايا او الكائنات الممرضه وتقضي عليها، وبكده نكون قدرنا من خلال المتممات ان احنا نقضي على الكائن الممرض. كده حضرتك خلصت المواد الكيميائيه المساعده. اخر بوينت بس كده اللي هي الاجسام المضاده. طبعا هي مش موجوده في البوستر ده لان انا هشرحها بايدي عشان محتاج ادوس عليها في شويه حاجات كده، فركز معايا في جزئيه الاجسام المضاده. ناخد بس صفحه بيضاء. في جزئيه الاجسام المضاده كلنا عارفين ان الخلايا البائيه هي اللي بتنتج الاجسام المضاده، بس الموضوع ما بيكونش بالبساطه اللي انت متخيلها. اولا الاجسام المضاده هي جلوبيولينات مناعيه، اي جي، اميونوجلوبيولين، يعني جلوبيولين مناعي، او بروتينات، نوع معين من البروتينات اسمه الجلوبيولينات بيكون لنا تراكيب اسمها على شكل حرف واي اسمها الاجسام المضاده. بتنتج بواسطه الخلايا البائيه عشان نقتل بيها الكائنات الممرضه. تعال بس انا افهمك الموضوع ببساطه. مين اللي بيقدر ينتج الاجسام المضاده؟ هل الكائنات الحيه كلها تقدر تنتج اجسام مضاده؟ هقول لك لا، الانسان والفقاريات. اشمعنى الانسان والفقاريات؟ لان عايز افهمك على حاجه. لو انت راجل بني ادم كده ذكي وبتشغل دماغك فانت عارف ان الاجسام المضاده بتنتج بواسطه الخلايا البائيه، والخلايا البائيه دي عشان ننتجها محتاجين نخاع عظام احمر. نخاع العظام الاحمر ده مش موجود غير في العظام، والعظام دي مش موجوده غير في الفقاريات. فبالتالي ما ينفعش اروح اقول للديدان كوني لي اجسام مضاده، ما ينفعش اروح اقول لنجم البحر كون لي اجسام مضاده، ما ينفعش اروح اقول للهايدرا كوني لي اجسام مضاده، ما ينفعش اروح اقول للاستاكوزا كوني لي اجسام مضاده. انت فهمتني ولا لا؟ ان شاء الله تكون فهمتني. تعال بقى نقول لك على المرحله الخطوه الثانيه وهو مراحل تكوين الاجسام المضاده. هل مثلا الخلايا البائيه ماشيه فعمال على بطال بتنتج اجسام مضاده في كل حته؟ هقول لك لا، الموضوع مش كده خالص. ليه؟ تعال نقول لك ليه، طول بالك. الفكره كلها في ايه؟ في ان الخلايا البائيه بتروح تقابل الكائن الممرض. اول ما تقابله، ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك كان ممرض؟ فبتتعرف عليه الاول. بعد ما تتعرف عليه تاخده بالحضن، ترتبط بيه. بعد ما ترتبط بيه تعرضه على السطح. بعد ما تعرضه على السطح تنتظر الاشاره من الخلايا التائيه المساعده اللي هي بتبقى انترليوكانات بتجي من الخلايا التائيه المساعده، وبمجرد ما تجيلها الاشاره دي بتبدا انها تنقسم. يعني مش بتنتج الاجسام المضاده على طول، لا، دي بتنقسم وتتميز الى نوعين من الخلايا زي ما انت عارف. بائيه ذاكره ما بتنتجش حاجه، بتفضل في الدم عشان الاستجابه المناعيه الثانويه، وبائيه بلازميه، هي دي بقى اللي بتنتج الاجسام المضاده، والمفروض انها هي المسؤوله عن انتاج الاجسام المضاده. طبعا الخلايا البائيه البلازميه بتكون متقسمه الى مجموعات، كل مجموعه منهم بتنتج نوع معين من الاجسام المضاده، بحيث ان انت يكون عندك انواع كتيره على حسب المستقبلات وعلى حسب الانتيجين بتاعه الكائن الممرض. خلاص يا سيدي. تعال بقى نوديك لحته تانية، تركيب الجسم المضاد وانواع الاجسام المضاده. الاجسام المضاده انواعها 5، تمام؟ الانواع الرئيسيه، عشان كل نوع من دول متفرع تحته انواع كتيره قوي. اي جي ام
خلاص، و A و G و E و D. الام ميو اللي هو تفرعاته عنده 5 تفرعات، الاي بيكون عنده تفرعين، اما الجي والاي والدي بيكون عندهم تفرع واحد فقط. كل تفرع بيكون عامل زي حرف الواي، بيكون عنده موقعين ارتباط بالكائن الممرض. تعال بقى انا اكلمك عن تركيب الجسم المضاد. انت لما تيجي ترسم الجسم المضاد كده بشكل سريع، انت بترسم اول حاجه السلاسل الطويله، بيكون عندك سلسلتين طوال كده، خلاص. وطبعا هي سلاسل بروتينيه، يعني بتبقى جواها بتتكون من سلاسل من ايه؟ من عديد البيبتيد اللي هي الاحماض الامينيه، يعني فيها روابط بيبتيديه وروابط تساهميه والكلام ده كله. دي سلسله طويله اهي، خلاص، ودي سلسله طويله تانية، تمام. خلاص، دول سلسلتين طوال. طبعا بيكون جنب السلسلتين الطوال دول في سلسلتين قصيرين كده. السلسلتين القصيرين دول بيكون فيهم عدد اقل طبعا من الاحماض الامينيه لان هم قصيرين، فدول كده اسمهم السلاسل الثقيله، 2 طوال و2 خفيفين، او 2 طوال و2 قصيرين، زي ما انت هيفي تشين، لايت تشين، الكلام ده كله. المهم 4 سلاسل بروتينيه، خلاص، كلهم بيتكونوا من احماض امينيه. تعال بقى انا اقسم لك الجسم المضاد جغرافيا. الجسم المضاد جغرافيا بيحتوي على، بص خد بالك، منطقه متغيره اللي هي اللي انا معلم عليها دي، الباقي ده كله اسمه منطقه ثابته. ايه الفرق ما بين المتغيره والثابته؟ المتغيره تحتوي على موقع الارتباط بالكائن الممرض، يعني الجسم المضاد لما بيجي يرتبط بمستقبلات الكائن الممرض بيرتبط باحد هذين الموقعين. الاثنين بيكون عندهم نفس الشفره. ايه ده؟ هو كله بيبقى لهم شفره؟ طبعا، نفس فكره القفل والمفتاح. ده بيكون لي شفره، نفس الشفره اللي موجوده هنا بتبقى موجوده هنا. الشفرات دي بتختلف من جسم مضاد للتاني على حسب الكائن الممرض اللي ارتبطت بيه الخلايا البائيه، عشان تناسب الكائن الممرض وترتبط معاه بسهوله. طب تعالى نفهمك حاجه، مين اللي بيحدد شفره الموقع بتاع الارتباط؟ الروابط الهيدروجينيه هي اللي بتحدد شكل اي موقع ارتباط في اي جسم مضاد. باختلاف الروابط الهيدروجينيه يختلف شكل موقع الارتباط، وطالما شكل موقع الارتباط اختلف يبقى الانتيجين اللي هيرتبط بيه الجسم المضاد مختلف. تمام. عشان كده بنقول عندنا مئات الانواع او الاف الانواع من الاجسام المضاده، مع ان احنا ما عندناش غير 5. لا، ما انا هقول لك على حاجه، الاي جي اي في منه انواع كتيره، كل نوع منهم بيكون له شفره موقع ارتباط مختلفه عن الثاني. في النهايه طالما الجسم المضاد واحد، يبقى موقعي الارتباط لنفس الجسم المضاد لازم يكون عندهم نفس الشفره. خلاص، تمام. طب بخصوص المنطقة الثابتة، المنطقة المتغيرة سميت متغيرة لاختلاف شفرتها البروتينية، أما المنطقة الثابتة سميت ثابتة لأن شفرتها البروتينية ثابتة. تعال بقى أنا أقول لك على حاجة. دلوقتي يا مستر أنت بتقول لي أربع سلاسل. طب السلاسل دي كده متباعدة ممكن تتفكك، مين اللي قال لك؟ السلاسل دي مرتبطة مع بعض، يعني مثلا السلسلتين الطوال دول بيرتبطوا مع بعض في المنطقة المفصلية باتنين رابطة، كل رابطة منهم اسمها رابطة ثنائية الكبريتيد، يعني رابطة كبريتيدية ثنائية، رابطة كبريتيدية ثنائية، يعني دي رابطة كبريتيدية ثنائية ودي رابطة كبريتيدية ثنائية، دول السلسلتين الطوال. أما السلاسل القصيرة فكل سلسلة قصيرة بترتبط مع سلسلة طويلة برابطة كبريتيدية، هنا برضو في رابطة، فيبقى إجمالي عدد الروابط الكبريتيدية في التفرع الواحد 4 روابط، 2 ما بين السلاسل الطويلة و2 ما بين السلاسل الطويلة والقصيرة. خلاص، في أي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش أي مشكلة. طب يا مستر دلوقتي أنت جايب لي موقع الارتباط بمين؟ بالكائن الممرض. أنت جبت لي سيرة المتمم بقى بيرتبط بمين؟ بيرتبط برضه بالجسم المضاد. طب فين موقع الارتباط بتاعه؟ بيكون في المنطقة الثابتة هنا، في حاجة اسمها موقع الارتباط بمين؟ بالمتمم. خلاص، في أي مشكلة؟ ده تركيب مين؟ الجسم المضاد. تعال بقى نعرفك ازاي الجسم المضاد بيرتبط بالكائن الممرض. خلاص؟ تمام كده؟ بخصوص بقى ازاي الجسم المضاد بيرتبط بالكائن الممرض فيما يسمى بطرق عمل الأجسام المضادة. تمام؟ ناخد صفحة فاضية الأول. تعال نقول لك ان الجسم المضاد بيشتغل ب5 طرق مختلفه. احنا عندنا 5 انواع، طبعا ال5 انواع يقدروا يشتغلوا باي طريقه من الطرق دي على حسب الكفاءه بتاعتهم. خليني بس اقول لك ان الجسم المضاد بيكون له موقعين ارتباط عشان نضمن بشكل كبير ان الاجسام المضاده هترتبط بالكائن الممرض، وبتنتج انواع مختلفه من الاجسام المضاده بشفرات مختلفه بمواقع ارتباط مختلفه عشان نضمن بنسبه كبيره ارتباط اكبر عدد من الاجسام المضاده بالكائن الممرض ونسيطر عليه. خليني بس اقول لك
ان احنا عندنا 5 طرق: التعادل، التلازن او الالصاق، الترسيب، تمام كده خلاص، التحلل، ابطال مفعول السموم. كل طريقه منهم بتناسب كائن ممرض معين وبتدي افضليه وبتكون اكثر فعاليه مع هذا النوع من الكائنات، وكل طريقه منهم ليها نوع معين من الاجسام المضاده بيأديها بشكل افضل. تعال نبدا الاول بطريقه التعادل. خلاص، ممكن تقول التعادل وممكن تقول التحييد او الايقاف. تستخدم هذه الطريقة في منع انتشار الفيروسات، وبتستخدم بشكل خاص مع الفيروس لأنها فعالة جدا مع الفيروس، لأن أساسا أزمتنا مع الفيروس أو قوة الفيروس تكمن في سرعة انتشاره. فأنت لو قدرت تعادله توقف انتشاره، فبالتالي أنت كده قدرت تقضي عليه. تعال نفهمك التعادل بيحصل إزاي. بيجينا الفيروس زي كده، بيكون عنده مستقبلات بيرتبط بيها مع خلايا الجسم، ولو ارتبط مع خلية من الجسم هيبدأ يحقن جواها مادته الوراثية ويصيب هذه الخلايا. فكل اللي بيحصل ان الاجسام المضادة بتاعتنا مهمتها انها ترتبط مع هذه المستقبلات وتملى المستقبلات بتاعته، وبكده الاجسام المضادة تكون عدلت كل المستقبلات بتاعت الانتيجينات بتاعت الكائن الممرض، وبكده هتمنعه من الارتباط بأي خلية في الجسم، وكده تمنعه من إصابة خلايا الجسم. تمام؟ يبقى في التعادل تحيط الأجسام المضادة بالفيروس فتمنع ارتباطه بخلايا الجسم، وبالتالي تمنع إصابته لخلايا الجسم. ده في حالة إذا لم يصيب خلايا الجسم. خليني بس أفكرك إن الأجسام المضادة تعمل في الدم فقط. يعني ما تروحش تقول لي ان الاجسام المضاده هتروح في النسيج الضام تهاجم الكائن الممرض. هي مش بتهاجم الكائن الممرض غير في الدم. يعني عايز تحاربني تعالى لي في الدم. خلاص. ثانيا الاجسام المضاده ما بتدخلش جوه خلايا الجسم، لان الاجسام المضاده حجمها كبير ما يسمح لهاش انها تدخل جوه خلايا الجسم. عشان كده هي بتلحق تهاجم الفيروس قبل ما يصيب خلايا الجسم، لانه لو نجح في الدخول لخلايا الجسم هي مش هتقدر تدخل وراه، فبتعمل حركه تانية بتمنع خروجه. من خلاص انا مش هقدر ادخل لك، فانا واقف لك على الباب بره، لو راجل اخرج عشان لو خرجت انا هموتك. وده اللي بيحصل فعلا. لو هي لم تنجح في منع الدخول بتاع الكائن الممرض، فبالتالي هتمنع خروج مادته الوراثيه من الخليه المصابه. تمام؟ دي كده طريقه التعادل. تمام كده. طريقه التعادل مهمه جدا في التعامل مع الفيروس، وطريقه التعادل بتبدا تمنع انتشار الفيروس. تيجي بقى للطريقه الثانيه اللي هي طريقه الالصاق او التلازن. الطريقه الثانيه اللي هي التلازن طريقه مهمه جدا في مقاومه البكتيريا والميكروبات، بسبب ان هم بيكون عندهم قدره على مهاجمه الخلايا بشكل كبير. التلازن او الالصاق طريقه بيكون عباره عن ايه؟ ان بيكون عندي جسم مضاد عنده اكتر من تفرع. خلاص، اللي هو مثلا على سبيل المثال الاي جي ام. كل فرع منهم بيرتبط بكائن ممرض، وبالتالي بيربط العديد من الكائنات الممرضة ببعض، فبيعمل شبكة من الكائنات الممرضة والأجسام المضادة، وبكده انت بتبطل مفعول الكائن الممرض، يعني بتعطله، كأنك ربطت الكائنات الممرضة ببعض او الميكروبات ببعض او البكتيريا ببعض، فبالتالي منعتها او عطلتها من انها تهاجم خلايا الجسم، وبكده تكون منعت الكائنات الممرضة من انها تهاجم خلايا الجسم، وبكده تكون اديت وظيفتك، وتيجي الخلية البلعمية تبتلع الكائن الممرض. عايز افهمك على حاجة: التعادل او التلازن او الترسيب او التحلل او ابطال مفعول السموم في النهاية لازم كل دول بيخدموا على الخلايا البلعمية. يعني ايه؟ يعني كل دول طرق مختلفة لإيقاف الكائن الممرض لحين ما تيجي الخلايا البلعمية وتبتلعه وتفككه. يعني احسن تتخيل ان الجسم المضاد هيقتله كده وخلاص، لا، هو بيوقفه ويعطله لحين ما تيجي الخلايا البلعمية وتقتله. عشان كده في التعادل احنا منعنا الكائن الممرض ان هو يرتبط بخلايا الجسم، فبتيجي الخلايا البلعمية تبلع الكائن الممرض ده او الفيروس ده بالاجسام المضادة اللي عليه. وفي التلازن نفس الكلام، حاولنا نعطل الكائن الممرض ونوقف نبطل مفعوله عشان ما يهاجمش خلايا الجسم، لحد ما جت الخلايا البلعميه وارتبطت بيه وبلعته وكسرته واتفتتته. طيب نيجي بقى للطريقه الثالثه. طبعا اهم جسم يقدر يقوم بالطريقه دي هو الاي جي ام، وده نظرا لان عنده عده مواقع ارتباط، عنده 10 مواقع ارتباط. تيجي بعد كده للطريقه اللي بعد كده اللي هي الترسيب. في الترسيب دي مش بتستخدم مع اي نوع من الانتيجينات، دي بتستخدم مع الانتيجينات اللي بتدوب في البلازما.
فما بتقدرش الخلايا البلعميه انها تبتلعها. فبنعمل ايه؟ بيبقى عندك الانتيجين كده بيبقى دايب، ما تقدرش الخلايا البلعميه تبتلعه، فيجي الجسم المضاد يرتبط بهذا الانتيجين ويكونه معقد غير ذائب في البلازما. فبالتالي المعقد طالما غير ذائب بتقدر تيجي الخلايا البلعميه تبتلع الانتيجين والجسم المضاد اللي هو مرتبط بيه، يعني تبلع المعقد ده وتفككه. تمام، ده كده طريقه الترسيب مناسبه للتعامل مع الانتيجينات الذائبه. الطريقه اللي بعد كده هي التحلل. وفي التحلل انت دايما محتاج المتممات، لازم المتممات. وطريقه التحلل هي ليست طريقه متخصصه، لا، انت ممكن تعمل تعادل وتحلل في نفس الوقت، ممكن تعمل توازن وتحلل في نفس الوقت، ممكن تعمل ترسيب وتحلل في نفس الوقت. ايه هي التحلل؟ مثلا بعد ما الانتيجين يرتبط بالفيروس في طريقه التعادل، بيجي المتمم يرتبط بالانتيجين ويرتبط بالجسم المضاد، ويبدا سلسله من التفاعلات ينتج عنها انزيمات تعمل على تحليل اغلفه الانتيجين، وتيجي الخلايا البلعميه تبتلعه بسهوله. يبقى انت دلوقتي عملت تعادل عن طريق ان الاجسام المضاده ارتبطت بالفيروس، وفي نفس الوقت عملت تحلل لما المتممات ارتبطت بالجسم المضاد. في نفس الوقت برضو ممكن يحصل تلازم وتحلل عادي جدا، يعني بعد ما الاجسام المضاده هتربط الكائنات الممرضه ببعض، يجي مثلا المتممات ترتبط بالجسم المضاد، وتبدا سلسله من من التفاعلات المتممه عشان تبدا تنتج انزيمات تحلل اغلفه الانتيجين، لحد ما تيجي برضو الخلايا البلعميه وتبتلع الكائن الممرض والاجسام المضاده المرتبطه به. دي الطريقه رقم 4. اخر طريقه معانا اللي هي الطريقه رقم 5، ابطال مفعول السموم. في حته ابطال مفعول السموم دي برضه هتحتاج فيها المتممات. كل اللي بيحصل ان في سموم بتدخل الجسم سواء مثلا عن طريق اللدغه او غيره، المهم ان او مواد سامه مثلا انتجها الميكروب. فايه اللي بيحصل؟ ان الجسم المضاد بيرتبط بهذه السموم عشان يمنعها انها تاذي خلايا الجسم، وبعد ما الجسم المضاد يرتبط بهذه السموم بيجي المتمم يرتبط بالجسم المضاد ويتفاعل مع السم ويتفاعل مع جزيئات السم بحيث ان هو يحولها الى مواد غير سامه، وتيجي الخلايا البلعميه تبتلع هذه المواد الغير سامه. يبقى الاول الجسم المضاد يرتبط بالجزيئات السم، بعد كده يجي المتمم يتفاعل مع جزيئات السم ويحولها لمواد غير سامه، وتيجي الخلايا البلعميه تبتلعها وتخلص الجسم منها. خلاص، ده كده طرق عمل الاجسام المضاده، وبكده تكون الورقه الثانيه خلصت. ندخل بقى لاخر حاجه اللي هي آلية عمل الجهاز المناعي، ازاي الجهاز المناعي هيشتغل. تمام ان شاء الله. ندخل بقى لآلية عمل الجهاز المناعي بقى على حق عشان ندخل الحرب نفسها. قبل ما ابدا في آلية عمل الجهاز المناعي خليني افكرك بس بجزئيه بسيطه، ان انت عندك الجهاز المناعي بتاعك بيشتغل بطريقه خط دفاع اول تاني تالت، يعني بالبلدي كده في ترتيب في الهجوم، ما بيتغشموش بالبلدي كده. خط الدفاع الاول ووظيفته منع الدخول، وده بيكون اساسا قبل ما الكائن الممرض يدخل جوه الجسم. طب لو قدر الكائن الممرض يتخطى خط الدفاع الاول، اذا هو هيدخل جوه الجسم، فطالما دخل جوه الجسم فيبدا خط الدفاع الثاني يشتغل وينبه خط الدفاع الثالث عشان كمان هو يشتغل، وبتبدا هنا المقاومه الثلاثيه عشان نقضي على الكائن الممرض. طب معلومه بسيطه، خط الدفاع الاول والثاني بنعتبرهم مناعه طبيعيه، اما خط الدفاع الثالث فهو تبع المناعه المكتسبه خاص بالخلايا الليمفاويه. نبدا بخط الدفاع الاول، او ما نعمل بس نفكرك كده بحاجه بسيطه في المناعه الطبيعيه. انا قلت لك انها وسائل دفاعيه تحمي الجسم تتميز باستجابه سريعه وفعاله. سريعه وفعاله، خد بالك، سريعه وفعاله لانها غير متخصصه. تمام، بتمنع دخول الكائن الممرض بشكل رئيسي. طيب غير متخصصه ضد نوع معين، يعني ممكن مثلا الجلد بيمنع الميكروبات والبكتيريا واي نوع من الكائنات الممرضه، على عكس المناعه المكتسبه بتكون بطيئه. تمام كده خلاص، لانها متخصصه، بطئها ده سببه انها متخصصه. تمام، تيجي تتكلم عن خط الدفاع الاول وهو مجموعه من الحواجز. نكبر بقى الصوره شويتين، 3 4 5 مش عارف ايه الكلام ده كله. خط الدفاع الاول مجموعه من الحواجز الطبيعيه بالجسم، وظيفتها الاساسيه منع الكائن الممرض من الدخول، يعني وظيفتها الاساسيه منع الدخول، اي حاجز من دول منع دخول. عندنا الحواجز دي بتتقسم لجزئين، حواجز ميكانيكيه وحواجز كيميائيه. حواجز ميكانيكيه اللي هي التراكيب زي الجلد، طبقة البشرة نفسها، والأغشية المبطنة للقناة الهضمية والأهداف في الممرات التنفسية. وحواجز كيميائية العرق والدموع والصملاق وإفرازات المعدة. تعال بس أكلمك عن مخاط الممرات التنفسية. خلينا بس الأول، الكائن الممرض دلوقتي جاي هيهاجمك أنت، فيهاجمك إزاي؟ هيفكر يدخل عن طريق أي فتحة من الفتحات اللي في جسمك. فطبعا الجلد طول ما هو سليم فهو مستحيل اختراقه، لأن الطبقة القرنية اللي بتغطي البشرة طبقة سميكة جدا وهتمنع اختراق أي كائن ممرض للجلد.
طب فيفكر ان هو يدخل عن طريق الفتحات، يروح لاول فتحه الفم، طبعا ده شغال 24 ساعه لا ينور، فيفكر يدخل من خلاله ويلاقي في وشه اللعاب، وده فيه مواد قاتله وانزيمات محلله للميكروبات والبكتيريا. ولو هو عدى اللعاب هيلاقي اللوز، ولو عدى اللوز هيدخل جوه يلاقي الاتش سي ال بتاع المعده اللي هو الحمض المعدي هيموته. طب لو عدى من ده كله هيدخل في الامعاء الدقيقه هيلاقي الغشاء المخاطي المبطن، وطبعا هيلاقي بقع بير. طيب تيجي بعد كده مثلا يقول لك لا خلاص انا مش هدخل عن طريق الفم، هدخل عن طريق الانف، يقابل في وشه الاهداب، والاهداب دي اللي هتعيق دخوله عبر الممرات التنفسيه. ومش كده بس، كمان دي الاهداب بتتحرك حركه كده في اتجاه الخارجي عشان تطرده بره كمان الممرات التنفسيه. وكمان مش هيقدر يتحرك ما بين الاهداب لان في ما بين الاهداب مخاط، والمخاط ده بيتمتع بلزوجه عاليه هيلتصق بيه، مش هيقدر يدخل لجوه. يقول لك خلاص انا مش هدخل عن طريق الجهاز التنفسي، هدخل عن طريق مين؟ هدخل عن طريق العينين. يقول له عينيا تعالى خش، يقابل في وشه الدموع، والدموع دي مالحه جدا. لا مش كده بس، كمان فيها مواد قاتله او مواد محلله للبكتيريا. يقول لك خلاص يا عم انا هدخل عن طريق الاذن، يروح للاذن بقى يلاقي هناك الصملاخ او شمع الاذن اللي بيبقى فيه مواد محلله برضو للبكتيريا ومواد قاتله، وكمان لزج، فبالتالي مش هيقدر يخترق او مش هيقدر يدخل عن طريق الاذن. فيقول لك خلاص انا ما قداميش اي حل تاني، ممكن ادخل عن طريق الفتحه التناسليه او فتحه الشرج، وهنا برضو هيقابل برضو مخاط تمام كده خلاص، والسائل الحامضي اللي موجود في الفتحه قناه مجرى البول هيمنعوه برضو من الدخول. كل دول يعتبر خط دفاع اول لان وظيفتهم الاساسيه منع دخول الكائن الممرض. طب يستنى بقى ايه؟ يفضل الكائن الممرض قاعد مستني كده ان يحصل جرح. فلما يحصل جرح تبدأ شيرين تغني جرح تاني، واخد بالك انت؟ طب اول ما يحصل جرح بقى تبدأ هنا يعمل خط الدفاع التاني، خلاص الكائن الممرض هيدخل عن طريق الجرح ده. فخط الدفاع الثاني نظام دفاعي داخلي يستخدم فيه الجسم طرق وعمليات غير متخصصه لانه تابع للمناعه الطبيعيه متلاحقه تحيط بالميكروب عشان تمنع انتشاره. ده الهدف من خط الدفاع الثاني، منع انتشار الكائن الممرض. وتبدا بحدوث التهاب شديد اللي بيتم بنتيجه افراز الهستامين من الخلايا الصاريه اللي هي نوع من خلايا الدم البيضاء موجوده في النسيج الضم، او الخلايا القاعديه اللي موجوده في الدم. يعمل هذا النظام لو نجحت الكائنات الممرضه في تخطي خط الدفاع الاول، يعني نجحت في الدخول وقدرت انها توصل للانسجه الضامه او قدرت انها توصل للدم. طيب الاستجابه للالتهاب بتتم ازاي؟ بتتم على مراحل. حصل قطع، الكائن الممرض دخل وصل للنسيج الضام، قابل الخلايا الصاريه، فالخلايا الصاريه بتبدا هنا تفرز الهستامين. الهستامين بقى بينتشر في موقع الاصابه، وطبعا زي ما انت شايف الهستامين بيفرز ليس استجابه للجرح، يعني مش عشان حصل جرح هنفرز هستامين، لا احنا بنفرز الهستامين نتيجه ان الجرح بقى فيه ميكروب. وطبعا زي ما قلت لك افراز الهستامين بيتم عشان يمنع انتشار الكائن الممرض. ازاي بيمنع انتشاره؟ الكائن الممرض خلاص دخل وتخطى حاجز الطبيعي اللي هو الجلد، فبالتالي عايز يوصل للاوعيه الدمويه عشان ينتشر من خلالها. فالخلايا الصاريه بتبقى موجوده بقى في النسيج الضم، النسيج الضم هنا اللي هو طبقه الادم، انت عندك البشره وبعدها الادم، فهو لو اخترق البشره فاخترق خط الدفاع الاول، دخل في الادمه، الادمه دي بيبقى فيها اوعيه دمويه كتير، فاحنا بنبقى في النسيج الضم ده بقى فيه خلايا صاريه. اول ما تقابل كان الممرض دخل خلاص عن طريق الجرح تبدا تفرز الهستامين وتملى موقع الاصابه هستامين. الهستامين بقى بيوصل لمين؟ للاوعيه الدمويه، عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يعمل تمدد للاوعيه، قطر الوعاء يزيد. ده مش كده بس، كمان ده نفاذيه الوعاء تزيد. تقول لي ايه ده؟ هو الوعاء فيه نفاذيه؟ مش فيه مسافات ما بين الخلايا؟ لما يتمدد الوعاء ويتمط كده النفاذيه ايه؟ المسافات دي ما بين الخلايا هتزيد، فاوتوماتيك بتبدا هنا بقى يزداد نفاذيه الوعاء الدموي لمين؟ للمواد الكيميائيه القاتله، تمام كده خلاص، اللي هي بتقتل الكائنات الممرضه. وكمان تزداد نفاذيه الوعاء لمين برضو؟ للخلايا وحيده النواه اللي هي والمتعادله، وكذلك البلعميه المتحركه. كل دول بينطلقوا مباشره من الاوعيه الدمويه الى موقع الاصابه. انت وديت المواد الكيميائيه القاتله، وديت كمان الخلايا ايه؟ البلعميه دي كلها. ليه؟ عشان تلحق الكائن الممرض وهو لسه موجود في موقع الاصابه قبل ما يوصل للوعاء الدموي ويبوظ لك الدنيا. خلاص. طب بعد ما بنقضي على الكائن الممرض بيرجع بقى، بتفضل الخلايا البلعميه موجوده حوالين موقع الاصابه لحين التئام الجرح، ونتاكد تماما ان خلاص الجرح التئم والكائن الممرض مش هيدخل عن طريقه. كل ما زادت كميه الكائنات الممرضه اللي بتدخل عن طريق الجرح هتزيد كميه الالتهاب، والالتهاب لو استمر لفتره بيعمل قيح وتورم والكلام ده كله. تمدد الاوعيه الدمويه وزياده نفاذيتها هو اللي بيسبب في التورم، لان كميه السوائل اللي بتبقى متجمعه في موقع الاصابه بيكون كبير. تعال نقول لك على حاجه، تمدد الاوعيه الدمويه ده
بينتج عنه حاجتين: ارتفاع درجة حرارة المنطقة دي بالذات، وتاني حاجة انخفاض ضغط الدم نتيجة ان قطر الوعاء زاد، فطبيعي جدا معدل سريان الدم بداخله هيقل. تمام، ده جزئيه مين؟ الاستجابه للالتهاب. طبعا في وسائل اخرى بتبقى في خط الدفاع الثاني، والوسائل دي زي الانترفيرونات لان برضو وظيفتها منع انتشار الفيروسات، زي الكيموكاينات لانها بتجذب الخلايا البلعميه لموقع الاصابه برضو ولها دور مهم جدا في تواجد الخلايا البلعميه، وبيضيف على ده كمان القاتله الطبيعيه اللي ليها دور في خط الدفاع الثاني وكمان ليها دور في خط الدفاع الثالث، بس دورها مهم جدا في خط الدفاع الثاني. الكيموكاينات تمام كده خلاص دورها خط دفاع تاني بس، الانترفيرونات خط دفاع تاني بس، الهستامين او الايه الخلايا الصاريه دورها خط دفاع تاني بس، الخلايا القاعديه خط دفاع تاني بس. تمام كده. اما بقى الخلايا البلعميه المتحركه فخط دفاع تاني وتالت، الخلايا البلعميه الثابته خط دفاع تاني بس، ضيف عليهم القاتله الطبيعيه خط دفاع تاني وتالت، الخلايا المتعادله خط دفاع تاني فقط. تمام كده. في اي مشكله في الكلام ده؟ يبقى دلوقتي افرض الكائن الممرض ما لحقناهوش وما لحقناهوش في موقع الاصابه وفلت مننا من خط الدفاع الثاني وصل للاوعيه الدمويه. طالما جيت الاوعيه الدمويه يبقى الهستامين ملوش علاقه بالموضوع، بقى دلوقتي الدور بيتحول الى الخلايا الليمفاويه. طالما وصلت للدم الخلايا الليمفاويه هتنشط، وهتنشط معاك المناعه التخصصيه او المكتسبه او الاستجابه لمناعات متخصصه، وهيبدا بقى هنا المناعه الخلطيه والخلويه تشتغل. عشان تفهم المناعه الخلطيه والخلويه بشكل افضل ركز معايا، ناخد الورقه اللي جايه اللي هتروق لك الكلام في المناعه المتخصصه. نروح بقى للورقه بتاعت آلية عمل الجهاز المناعي وخصوص المناعه المتخصصه. احنا خلصنا خط الدفاع الاول والثاني، جه بقى خط الدفاع الثالث، ويا عيني الانسان هنا مصاب بالمرض خلاص وهتبدا تظهر عليه الاعراض، لان دي ممكن تكون استجابه مناعيه اوليه زي ما هعرفك كمان شويه. طبعا هنا بيبدا يظهر عليه الاعراض المرض وبيبدا يحس ان هو مش كويس، وعشان يكون كويس بنسمعه بيو 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 بيو. خلاص. انا دلوقتي خلاص نكمل بقى معلش. لازم تفهم برضو حاجه، ان انت دلوقتي عندك استجابه مناعيه متخصصه، يعني الاول لسه هتعرف على الكائن الممرض وهتعرف ايه انتيجيناته والكلام ده كله ومستقبلاته عشان تبدا تستخدم الاساليب المناعيه المتخصصه المناسبه. المناعه المتخصصه بطبيعتها بطيئه، وده لان لسه هنتعرف والكلام ده كله. ففي خطوات. انت عارف ان انت عندي مناعه خلطيه وخلويه. انت بص افهمك على حاجه، المناعه الخلطيه والخلويه الفرق ما بينهم في ايه؟ مناعه خلطيه مناعه بالاجسام المضاده، يعني الاجسام المضاده هتروح تقتل الكائن الممرض جوه في الدم، لان الاجسام المضاده ما بتقدرش تدخل جوه خلايا المصابه، يعني مش هتقدر تدخل ورا الكائن الممرض جوه الخليه اللي هو اصابها، فبالتالي بنلجا الى المناعه الخلويه عشان تخلصنا من الخلايا المصابه. فدلوقتي انت عندك خلايا مصابه وعندك كائن ممرض. الخلايا المصابه بنستخدم معاها المناعه الخلويه، اما الكائن الممرض بنستخدم معاه المناعه الخلطيه. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ تعالى بس انا افهمك ازاي الاثنين اساسا بيمشوا، الاثنين مش منفصلين عن بعض، الاثنين حاجه واحده والاثنين مكملين لبعض. تعالى نفهم الموضوع ماشي ازاي. اول حاجه احنا عندنا المناعه الاستجابه المناعيه المتخصصه بتكون خطوات. اول مرحله اسمها مرحله العرض، ودي بيكون فيها عمليتين بيحصلوا في نفس الوقت. دخول الكائن الممرض حاملا على سطحه انتيجين معين، بيبدا الكائن الممرض ده بقى يرتبط بيه نوعين من الخلايا، خلايا بلعميه متحركه وخلايا بائيه. الخلايا البائيه بترتبط بالانتيجين وتربطه بالمستقبل بتاعها اللي هو الام اتش سي بتاعها. طبعا ام اتش سي اللي هو بروتين التوافق النسيجي. بخصوص بروتين التوافق النسيجي خليني بس اعرفك يعني ايه ام اتش سي. كل كائن مننا او كل فرد مننا عنده ام اتش سي خاصه بيه، شفره بروتين الام اتش سي بتاعت خلايا جسمه واحده. يعني انت دلوقتي لو جات لك خليه غريبه عن جسمك دخلت جسمك، ازاي الخلايا المناعيه هتتعرف عليها اذا كانت تبعنا ولا مش تبعنا؟ بتبص على الام اتش سي بتاعها، لقيته مش موجود، لقيته مش تابع للجسم فبالتالي هي جسم غريب، لكن لو لقيته مشابه او مطابق للي في جسمنا فبالتالي بتسيبه. فبناء عليه الخلايا البائيه بترتبط بالكائن الممرض بعد ما تتعرف عليه وتربطه بالام اتش سي بتاعها وتنقله الى السطح عشان تعرضه عليه، وبالتالي بيكون معروض على سطح الخلايا البائيه الام اتش سي مرتبطا بالانتيجين او الكائن الممرض. بعد كده في نفس الوقت ده برضو الخلايا البلعميه بترتبط بالكائن الممرض. لا ترتبط مين؟ دي ما بتهزرش، دي بتبتلعه وتفككه
وتاخد الجزيئات اللي ايه اتفككت دي، عارف انت هعصرك هنزل منك مساجين صغيرين، هي بقى بتفككوا لجزيئات وتربط الجزيئات دي بالام اتش سي، وبعد كده تطلع ايه الام اتش سي بالايه الانتيجين على السطح وتعرض هذا المعقد على سطحها. البقيه ارتبطت وعرضت، تركن في ناحيه. دلوقتي نروح للبلعميه. البلعميه بعد ما ربطت وعرضت على السطح بتتحرك في الدم عشان تقابل التائيه المساعده. اول ما تقابل التائيه المساعده، التائيه المساعده عندها مستقبل اسمه سي دي 4. اول ما التائيه المساعده تقابل البلعميه وعلى سطحها المعقد ترتبط بهذا المستقبل مع المعقد. اول ما التائيه المساعده ترتبط مع المعقد بالسي دي 4 مباشره تنشط. طب وانا هعرف ازاي انها نشطت؟ بتبدا في افراز انتريليوكاينات او انتريليوكاين. طب بتفرزه ليه؟ بتفرزه عشان ينتقل عبر الدم الى الخلايا التائيه المساعده الاخرى اللي هي غير نشطه. طب عشان يعمل لها ايه؟ عشان ينشطها. الخلايا التائيه المساعده الاخرى لما بتنشط، خد بالك ان احنا هنا نشطنا تائيه مساعده بواسطه البلعميه، ما انقسمتش، لا هي بعتت انترليوكاينات لمين؟ للتائيه المساعده الاخرى عشان تنشطها. التائيه المساعده الاخرى اللي بتتنشط بواسطه الانترليوكاينات تنقسم وتعمل ايه بقى؟ وتدي نوعين من الخلايا التائيه المساعده، تائيه مساعده ذاكره تظل في الدم وتقعد زي ما هي عشان الاستجابه المناعيه الثانويه، وتائيه مساعده اخرى نشطه تفرز عواصفه من السيتوكاينات تنتشر في الدم، منها سيتوكاينات بتروح للخلايا البلعميه تجذبها اللي هي الكيموكاينات، منها سيتوكاينات بتروح للخلايا البائيه عشان تنشطها اللي هي الانترليوكينات عشان تنشطها وتخليها تنتج اجسام مضاده. لا هي مش بتخليها تنتج اجسام مضاده، هي بتنشطها. فالبائيه خد بالك من دي بقى، هي بتنشط البائيه، فالبائيه بتنقسم فتدي بائيه ذاكره وبائيه بلازميه، والبائيه الذاكره تقعد في الدم جنب اختها التائيه الذاكره، والبائيه البلازميه بتنتج اجسام مضاده عشان الاجسام المضاده ترتبط بالكائن الممرض وتعطله وتيجي الخلايا البلعميه تبتلعه. دي كده اسمها مناعه خلطيه، يعني فكره نشاط الخلايا البائيه وانتاجها الاجسام المضاده اسمه مناعه خلطيه. اما كل اللي احنا بنحكي فيه بقى من انترليوكاينات وسيتوكاينات والكلام ده كله ده اسمه مناعه ايه؟ خلويه بواسطه الخلايا المناعيه. المهم لا وصلنا بقى لفكره ان السيتوكاينات جذبت الخلايا البلعميه، والسيتوكاينات نشطت الخلايا البائيه، والسيتوكاينات برضو نشطت القاتله الطبيعيه وخلتها تهاجم الخلايا المصابه وتفرز انزيمات تحلل الاغلفه بتاعتها، ونشطت كذلك التائيه السامه. بس في جزئيه التائيه السامه عايزين نعمل ستوب على حاجه بسيطه. التائيه السامه عندها مستقبل من نوع خاص اسمه سي دي 8. المستقبل ده موجود في التائيه السامه والمثبطه فقط. المهم بيعمل ايه في التائيه السامه؟ التائيه السامه بترتبط بواسطه هذا المستقبل مع الخلايا المصابه بالفيروس او الخلايا اللي هي سرطانيه او حتى الخلايا الغريبه عن الجسم. المهم بترتبط معاه بايه؟ بالمستقبل سي دي 8. بمجرد ما التائيه السامه ترتبط بالمستقبل مع الخليه المصابه بتبدا الخليه التائيه السامه تفرز بورفرين. الله ايه البورفرين ده مستر؟ نوع من البروتينات بيثقب الغلاف بتاع الخليه المصابه. طب بيثقبه ليه؟ عشان بعد ما بنفرز البورفرين ده بنفرز بعده حاجه اسمها السموم الليمفاويه، والسموم الليمفاويه دي بتدخل عن طريق هذه الثقوب وتحلل نواه هذه الخليه المصابه، وبالتالي نقضي على الخليه المصابه. فالتائيه السامه عندها مستقبل سي دي 8. السي دي 8 ده بترتبط من خلاله بالخلايا المصابه بالفيروس او الخلايا السرطانيه او خلايا الاعضاء المزروعه، وبعد الارتباط بيحصل افراز للبورفرين عشان يثقب الغشاء، وافراز للسموم الليمفاويه عشان تنشط جينات الانتحار في الخلايا المصابه ونقضي عليها. بعد ما ننشط القاتله الطبيعيه والتائيه السامه والبائيه وننشط الخلايا البلعميه ونجذبها، كل ده بيحصل عشان نقاوم الكائن الممرض ونقضي عليه. قضينا على الكائن الممرض، وصلنا لاعلى درجات المقاومه وقدرنا ان احنا ننجح في القضاء عليه والقضاء على الانتيجينات بتاعته. لازم بقى نهدى عشان الجسم تعب خالص وانهك في هذه المعركه. طب هنهدى ازاي؟ بواسطه التائيه المثبطه التي اس. بتنشط في هذه اللحظه التائيه المثبطه وتستخدم مستقبلها السي دي 8 برضو اللي زي اللي في التائيه السامه، وتبدا تعمل ايه بقى؟ تبدا انها ترتبط بالبائيه البلازميه والتائيه المساعده النشطه وترتبط بالتائيه السامه. بتعمل ايه مع البائيه البلازميه؟ بتوقف عملها، بتخليها ما تنتجش اجسام مضاده تاني. وبتعمل ايه مع التائيه المساعده والتائيه السامه؟ بتفرز حاجه اسمها الليمفوكاينات، والليمفوكاينات دي بتعمل ايه؟ بتقتل الخلايا التائيه المساعده، بتقتل بعض الخلايا التائيه المساعده النشطه، بتقتل بعض الخلايا التائيه السامه،
وبتوقف عمل خلايا البائيه البلازميه، فبكده انت وقفت الوسائل بتاعه المناعه المتخصصه، وبكده انت وقفت الاستجابه المناعيه وظبطتها، وبكده تكون انت وقفت خلاص وقضيت على الكائن الممرض ورجعت الجسم الوضع الطبيعي، فيرجع الانسان سليم بقى وفايق كده ورايق ويرجع يستعيد صحته مره تانية. لان اساسا لازم تفهم ان اثناء الاستجابه المناعيه جسمك بيوجه كل طاقته للمقاومه، وده اللي بيخليك تحس بالارهاق والتعب اغلب الوقت، لان انت جسمك داخل في حاله حرب داخليه، فعشان كده منهك ومهلك. تمام، عشان كده بيقول لك على طول ايه، لازم تاكل ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب تعالى بقى نفهم حاجه في الجزئيه دي، بعد الجزئيه دي معلش، ان في حاجه اسمها الاستجابه المناعيه الاوليه والثانويه. سريعا كده، استجابه مناعيه اوليه يعني الاصابه بالمرض لاول مره، الاستجابه المناعيه الثانويه يعني تكرار الاصابه بنفس نوع الكائن الممرض. خلاص. طيب الاستجابه المناعيه الاوليه والثانويه بتحصل مع الميكروبات والبكتيريا والفيروسات اللي مادتها الوراثيه دي ان ايه. اما الفيروسات اللي مادتها الوراثيه ار ان ايه فملهاش حاجه اسمها استجابه ثانويه، لانها فيروسات متحوره وكل شويه بيتغير مادتها الوراثيه. عشان كده لو واحد اصيب بالانفلونزا واخد مثلا المصل بتاع الانفلونزا السنه دي، يجي السنه الجايه لازم ياخد المصل تاني، لان دي فيروسات متحوره وبالتالي ملهاش استجابه ثانويه. خليني بس اقول لك على حاجه، الاستجابه المناعيه الاوليه اصابه اول مره، عشان كده بتكون بطيئه وطويله وبتستغرق وقت من 5 ل 10 ايام، وطبعا استغراقها وقت ده بيدي الكائن الممرض فرصه ان تظهر اعراض الاصابه بالمرض، وبيتكون خلال الاستجابه المناعيه الاوليه خلايا بائيه بلازميه، وبيتكون خلايا تائيه، وبيتكون خلايا ايه ذاكره، سواء بائيه ذاكره او تائيه ذاكره. طبعا بيتكونوا بس ما بيعملوش حاجه، بيقعدوا في الدم. تمام. طب في الاصابه الاولى يتم انتاج 5 انواع من الاجسام المضاده بتركيزات قليله، يعني بننتج الاجسام المضاده بس بتركيزات قليله. تيجي بقى في الاستجابه الثانويه بتكون استجابه سريعه، وده لان انت عندك معلومات مسبقه عن هذا الكائن الممرض. والاستجابه المناعيه الثانويه بتتم بواسطه التائيه الذاكره والبائيه الذاكره. طب هم بيعملوا ايه يا مستر؟ بيرتبطوا بالكائن الممرض ويتعرفوا عليه، بمجرد ما يتعرفوا عليه بينشطوا، فالتائيه الذاكره تنقسم وتدي تائيه مساعده نشطه، والبائيه الذاكره تنقسم وتدي بائيه بلازميه. خلاص. طب وبالتالي بيقدروا ان هم يقاوموا الكائن الممرض بشكل سريع، والموضوع ما بيستغرقش وقت، تقريبا يوم او يومين بالكتير، وده بالتالي ما بيبقاش في فرصه ان الاعراض تظهر. عشان كده الاستجابه المناعيه الثانويه ما بيظهرش فيها الاعراض غالبا، والاستجابه المناعيه الثانويه تركيز الاجسام المضاده فيها بيكون مرتفع جدا جدا جدا. خلاص. عشان كده لما بنيجي بنرسمها ازاي؟ بتبقى عندك الاستجابه المناعيه الاوليه مثلا وليكن اخذت التركيز ده من الاجسام المضاده. تمام. الاستجابه المناعيه الثانويه بقى، بص خد بالك، شوف هنا المساحه قد ايه، هنا الزمن كبير. لا في الثانويه بقى تمام انت طلعت كده، الوقت المستغرق اقل وكمان تركيز الاجسام المضاده اكبر. خلاص. دي اسمها استجابه مناعيه اوليه، ودي اسمها استجابه مناعيه ايه؟ ثانويه. امين امين ان شاء الله. كده حضرتك وصلت لنهايه الجزئيه دي. بس قبل ما نقفل كده في معلومه بسيطه بخصوص ما يسمى باللقاح او المصل. اللقاح هو ان انا حضرتك بدي لك استجابه مناعيه، تمام كده خلاص، او اللي هو ايه، مناعه مكتسبه. تمام كده خلاص. تمام، مناعه مكتسبه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لقحتك، يعني حقنتك بالكائن الممرض ب يعني انتيجينات مريضه او ضعيفه، تمام، دخلت جسمك اتعرف عليها وانتج خلايا الذاكره المناسبه ليها، فانت دلوقتي اكتسبت ضدها مناعه. اما بقى المصل، فالمصل ده ان انا بحقنك بالاجسام المضاده، بحقنك على طول بالاجسام المضاده. اللقاح مفعوله طويل لكن بياخد وقت، اما المصل مفعوله سريع ولكن قصير. وصلتك المعلومه؟ لازم تفرق ما بين اللقاح والمصل، وتفهم ان ده بيبقى مناعه مكتسبه طويله المدى، وده مناعه مكتسبه قصيره المدى. وبكده نكون وصلنا لنهايه رحلتنا في المناعه، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.